السلام عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده ان شاء الله هيبقى فيديو بالجزء الثاني من الحكاية الكاملة لجاوبينج، فاللي ما شافش الجزء الاول يقدر يشوفه من فوق، وبالنسبة للي شافوا الفيديو ده في القناة فيقدر يروح على الدقيقة دي ويشوف الاحداث الجديدة. كنا وصلنا في اخر حاجه لما جاوبنج راح للوادي عشان يخوض اختبارات القاعده، وفي الوقت اللي كانوا راجعين فيه لكوخهم اللي في الوادي كان في ناس تانية خدت الكوخ وما سمحت لهمش انهم يدخلوا، فقرروا انهم هيدوروا على مكان يناموا فيه، وفعلا لقوا شجره وبنوا الملجأ فوقها، وده اللي كان خلاهم يتعرضوا لهجوم من النمر الاسود. وبعد ما قدروا انهم يتغلبوا عليه ظهر لهم فجأة تعبان ضخم جدا وبدأوا انهم يهربوا، لكن اللي حصل ان الافعى فضلت واقفه وما هاجمتش عليهم وراحت اكلت جزء من فرع الشجره. وهنا بتيجي اللي كانت بتراقبهم وبتفهم ان الافعى ما كانش هدفها جاوبنج، وبتقول للافعى كويس انك ما عملتيش كده لان كان امر هيتكشف لو كنت قاتلتك، وبتختفي من قدامها. في الوقت ده بيبقى مراقب الكاميرات شايف الافعى دي، فبينده بسرعه على القائد وبيعرفه ان في حاله طوارئ، وبيقول له اننا لازم نقضي عليها. بس بيتدخل هنا القائد التاني وبيقول له مفيش داعي لده، لان الاناكوندا دي بتتميز بطبيعتها اللطيفه وقوتها الهجوميه مش كبيره، فدي هتبقى مجرد تجربه تانية للطلاب. وبيزعق وبيقول لو ما قدروش انهم يتعاملوا مع التجربه دي فاحسن لهم يتخلوا عن الطريق ده. القائد التاني بيكمل على كلامه وبيأكد عليه، بس بيقول له خلي فريق النسر الذهبي جاهز للإنقاذ عشان لو في أي حد ضغط على زر الطوارئ اللي في الساعة. بنروح لتاني يوم واللي بيكون فيه موتونج نايمة على الأرض وبتبدأ إنها تصحى، فبتلاقي جاوبينج واقف قدامها وبيقول لها أنت صحيتي في الوقت المناسب، إحنا دلوقتي لازم نغادر. بتروح موتونج سألها عن المكان اللي هيروحوه، فبيقول لها جاوبينج إننا هنروح عشان نبص في المكان اللي خيمنا فيه امبارح، عشان لما جينا نهرب نسينا حاجات كتير ورانا. بترد موتونج عليه وبتقول له إحنا ما نعرفش دلوقتي إذا كانت الأناكوندا موجودة هناك ولا لأ، ده غير إننا ما نعرفش أي حاجة عنها ولا عن نقاط ضعفها، فلو رجعنا ده هيكون خطر. بس جاوبينج بيقول لها عشان الكلام اللي قلتيه ده فاحنا لازم نرجع دلوقتي، لان احنا محتاجين نجمع اكبر قدر من المعلومات، عشان المعلومات اللي هنجمعها دي ممكن يجي يوم وتنقذ حياتنا. الزمن اللي احنا فيه دلوقتي اتغير والشخص هيبقى اضعف لو فضل قاعد في المناطق الامنه بس. وبيسيبها وبيمشي، بس هي بتروح جاريه وراه وهي بتزعق له بتقول له انت هتمشي ازاي من غير بذره اللوتس. وقتها بيبقى نفس الشخص قاعد بيراقبهم من ورا. بعد فتره بيكونوا وصلوا للمكان اللي كانوا فيه واللي بيبقى فيه الشجره اللي كانوا قاعدين عليها متدمره، فبيلمح جاوبينج من وسط الجذور دي حاجه عماله بتلمع. بيروح عشان يبص عليها وبيتفاجئ لما بيعرف انها جوهره خشب الفضاء، لان الجوهره دي بتعتبر المكون الرئيسي لتطوير دامبي، بس بيبقى نادر جدا وما بيتباعش في اي متجر، لكنه بيكون مخفي داخل الاشجار دي. وبيفهم ان حجم الاناكوندا اللي واجهوها امبارح دي كانت نتيجه لاكلها للمكون ده، وكمان هي ما قامتش بملاحقتهم، يعني معناها ان هدفها كان جوهره الشجره. بياخد جاوبينج الجوهره وبيحطها في الشنطه وبيقول انا لازم الاقي فرصه عشان اجمع جوهره خشب الفضاء بعدين، لكن دلوقتي لازم استغل فرصه التدريب الميداني اللي احنا فيها عشان الاقي موارد نادره اكتر. بتعدي الايام وجاوبينج في كل يوم كان بيحاول انه يلاقي موارد جديده، لحد ما بنوصل لليوم الاخير في الاختبار، اليوم السابع، واللي بيكون فيه القائد واقف وقدامه المجموعه اللي قدرت تجتاز الاختبار. فبيقول لهم القائد انه مسرور بالمجموعه اللي قدرت تنجح دي، وبيكمل كلامه وبيقول دلوقتي تم تحديد موعد التدريب التالي اللي هيبقى في الوادي خلال 3 اسابيع، ويقدر اللي سجل المره دي انه يشارك في المره الجايه مجانا. بس دلوقتي التدريب ده خلص ومعاكم 3 ايام تاخدوها كعطله وبعدها هنكمل. الطلاب بيفرحوا جدا انهم اخيرا هياخدوا راحه بعد كميه التعب دي، وجاوبينج بيروح ماسك موبايله عشان يطمن على عم تونج، بس بيلاقي في وشه اول ما بيفتح الموبايل الاخبار بتتكلم على سرب جراد ضخم. الناس اللي في الشارع بتقعد تشوف في الخبر العاجل ده هم كمان، واللي بيقول ان دلوقتي في سرب جراد في الشمال، وقوات تشان جان العسكريه قدرت انها توقف السرب ده خارج الخطوط الاماميه، بس وفقا للابحاث اللي اجراها المدير فينج من جمعيه مروضي الوحوش، فالنوع ده من الوحوش واللي اسمه جراد الاوراق الميته بيخاف بشده من النيران، وتم اعتراضه ببساطه نقطه ضعفه. بس السرب ده بيقدر عدد الجراد فيه بحوالي المليارات، وطول كل جراد منه 30 سم على الاقل. جاوبينج بيبقى قاعد في البيت وبيشوف الاخبار دي وبيقول ان الوضع مش كويس خالص. وقتها بيرن موبايله وبيطلع المدير فينج هو اللي بيتصل. بيفتح جاوبينج الخط وبيساله المدير اذا كان موجود في البيت او لا، لان الجيش دلوقتي ارسل نوع جديد من الضفادع الذهبيه وطلبوا مننا نقوم بتطويرها، فبيطلب منه ان يجي الجامعه عشان يساعدهم في تطويرها وهياخد اجر على ده. بيرد عليه جاوبينج وبيقول له وهو مستغرب هو ممكن يكون الجيش عايز يستخدم الضفادع الذهبيه عشان يحارب الجراد. بيتفاجئ الاتنين اللي مع المدير فينج في المكتب وبيسالوا بعض ازاي جاوبينج قدر انه يعرف ان الجيش عايز يستخدم الضفادع. بيبص لهم المدير بنظره حاده وبيقول لجاوبينج الكلام ده صح، فكفاءه تدمير الجراد بالاسلحه الحراريه ضعيفه جدا، فعشان كده الجيش قرر انه يدور في طريقه من قوانين الطبيعه للتخلص من الجراد.
الجراد. جاوبينج بيرد عليه وبيقول له انت قصدك بقوانين الطبيعه انك تستخدم الاعداء الاساسيين ضد الجراد. الرئيس فينج ما بيركزش في الكلام وبيقول له لو انت مهتم بالمشاركه في المشروع فانت تقدر تيجي والاجر هيبقى قابل للنقاش. جاوبينج بيرد عليه وبيقول له بما انك وضحت فما عنديش مشكله، بس بخصوص الاجر فانا ممكن ابدله بنواب اللوريه لوحش البرك من مستوى القائد. بيرد عليه المدير وبيقول له ان ده غير مسموح بس هعتبرها حاله استثنائيه وبيقفل معاه الخط. بنروح لتاني يوم في الوقت اللي بيكون فيه جاوبينج وصل لصالة الاستقبال عشان يقابل المدير، فبيلاقي حد بينده عليه وبيطلع المدير وصل عشان يستقبله. موظفين الاستقبال بيبقوا مستغربين من جاوبينج اللي خلى المدير ينزل مخصوص عشان يقابله، وهنا المدير بيبدأ ياخد جاوبينج ناحية المصعد وهو بيعرفه ان الجيش دلوقتي جاب عينتين من الضفدع الذهبي وبيطلب منه انهم يدخلوا عشان يشوفوهم. جاوبينج وهم ماشيين بيلاحظ ان الرئيس تعبان فبيسأله اذا كان فضل صاحي اليوم كله. الرئيس بيقول له انا فضلت صاحي وقعدت طول اليوم ابص عليهم بس ما قدرتش اوصل لاي حاجه. بيطلعوا بعدها في الطابق اللي فيه الضفادع الذهبيه واللي بتكون مساحته ضخمه جدا، فبيشاور له الرئيس على مكاتب العمل وبيطلب منه يروح يبص على الضفدع الذهبي. بيبص جاوبينج عليه وبيقول الضفادع الذهبيه بتعتبر من الضفادع ذات القرون، ده غير ان خصائصها ارضيه وعندها قدره رهيبه على القفز. العامل اللي واقف جنب جاوبينج في الوقت ده بيطلب منه انه يبص على اللي معاه. بيبص جاوبينج وبيساله عن الشيء اللي معاه ده، فبيرد عليه العامل وبيقول له ان دي اسياخ الجراد المشويه المعطره بنبات الشامر، وده هو الطعام المفضل للضفادع الذهبيه، تقدر تجرب وتاكله للضفدع. بس جاوبينج بياخدها منه وبيروح واكلها هو وبيقول له الصلصه فيه غنيه بالدهون بس مش كتير، ده غير ان تم لف اللحم تحت قشره الجراد. وبيقول له انا ممكن اديك 10 عملات على الجراد المشوي ده. العامل بيستغرب من تصرف جاوبينج والرئيس بيبقى واقف في قمه الاحباط. الضفدع في الناحية التانية بيبقى متعصب انه اخد اكله فبيهديه جاوبينج وبيقول له انا كنت بجربها بس عشانك، ومن المؤسف ان فيه كتير من الشمر فطعمه هيبقى قوي عليك، وبيروح مقربها منه. الضفدع اول ما بيلاقي الاكل بيروح واكله هو والسيخ. جاوبينج بيمسك في السيخ وبيقول اكيد معدته قوية جدا عشان يقدر ياكل سيخ معدني زي ده والا مش هيكون قادر انه يهضمه. وبيروح سائل السيد فينج عن الجانب اللي الجيش محتاج يطوره في الضفدع بالظبط. بيرد عليه السيد فينج وبيقول له الجيش عايز يطور دفاعه وقدرته الهضميه، وبرضه لو قدرت انك تطور قدرته الهجوميه فهتكون حاجه كويسه. وبيقوم عارض له النتائج الخاصه بالضفدع وبيقول له انا اكتشفت ان عنده صله جيده مع خصائص النار، لان انا قمت باستخراج القليل من جلده ودمجته مع خصائص النار ولقيت ان جلده ودمه متقاربان جدا مع كرمه الاوركيد الناريه، بس للاسف ما حصلش اي تفاعل، لكن كرمه الاوركيد مش بالقوه الكافيه اللي تخلينا نتاكد من الموضوع ده. جاوبينج بيبص لخصائص الضفدع وبيقول في مسار تطوير باستخدام الاوركيد كعنصر داعم، احنا بس هنحتاج نغير الصيغه. فبيقول للسيد فينج احنا ممكن نتعامل مع ده بطريقه تانية. السيد فينج بيستغرب وبيقول له انت قدرت فعلا توصل لطريقه في الوقت القصير ده؟ طب عرفني هي ايه دلوقتي. بيقول له جاوبينج على سبيل المثال لو جينا نقوم بالطهي واستخدمنا كرمة الأوركيد النارية لتتبيل الضفدع الذهبي بس لقينا إن التوابل طعمها كان خفيف ويصعب تذوقها، ففي الحالة دي إحنا نقدر نستخدم طريقة تانية ونخلي المكونات أقوى وكمان نطهو على نار عالية فوقتها هيبقى طعمه لذيذ. السيد فينج بيبقى مستغرب من الكلام اللي جاوبينج بيقوله ده وبيقول له هو خايف مكونات عالية ونار قوية. جاوبينج بيقول له أيوة ده صح، فبيروح مقترح عليه الفلفل الشيطاني أحمر الوجه. بتعجب جاوبينج الفكرة وبيقول له خلينا نجرب. بيقوم السيد فينج بعدها طالب من تشينج انه يروح يجيب مجموعه الفلفل الاحمر الوجه الموجوده في المستودع. بيسمع تشينج كلامه وبيفكر في كلام جاوبينج اللي راح يقارن التطور بالطبخ وبيقول هي دي بقى الفكره اللي توصل ليها اصغر مروض وحوش في المدينه. الرئيس فينج بيبص على تشينج وهو ماشي وبيقول لنفسه ان تشينج عنده امكانيات كبيره بس لازم انه يتقبل فكره انضمام مزيد من الموهوبين عشان نتمكن من توسيع المسار ده، وبيتمنى ان تشينج يكون فاهم كده. بعد فتره بتكون الحاجات اللي طلبها الرئيس وصلت وبيقول تشينج اننا حافظنا عليها كويس، بس بيفكر مع نفسه وهو مبتسم وبيقول اكيد اخترنا افضل حاجه لان احنا مش عايزينكم تستخدموا جوده رديئه كذريعه لفشلكم مثلا. بياخد السيد فينج الفلفل منه وبيحطها في آلة عشان يحولها لسائل وبيلاحظ ان لون السائل قوي فبيفهم ان كده ممكن تكون خصائصه قويه، وبيروح طالب من تشينج انه يجيب بعض الخشب والجنسنج الملكي وكمان العشبه الصينيه. بيسمع تشينج كلامه وبيروح يجيبهم وجاوبينج بيبقى بيفكر وبيقول انا لسه محتاج مكونات اكتر بس الموضوع هيبقى مزعج لو انا طلبت دلوقتي فانا هستنى النتيجه الاول. في الوقت ده بيكون السيد فينج جهز الجرعه الخاصه بالتطوير وبيروح مديها للضفدع واللي بيبدا يحصل عليه مجموعه من التغيرات بتؤدي في الاخر لانفجار وفشل التجربه. السيد فينج بيتضايق لما المحاوله الاولى دي بتفشل وبيطلب من تشين انه يقوم باختبار الدم والجلد عشان يعرف سبب فشلها. بيسمع تشين كلامه وبيلاقي ان الفشل كان بسبب امتصاص كميه كبيره من عنصر النار وده اللي خلى يحصل تعارض للطاقه اللي بداخله وفي الاخر انفجر. ونقدر حتى اننا نشوف كتير من بقايا عنصر النار اللي ما تمش دمجها مع الجلد واللحم.
السيد فينج بيساله عن الطاقه المتعارضه اللي قال عليها، فبيرد عليه تشين وبيقول له بناء على نتائج تجاربنا فعشان يبقى في فرصه للنجاح لازم نقدر نستخرج جزء صغير من عنصر النار المدموج جزئيا مع الجلد والدم المتبقيين ونقعد نعدل في الصيغه لحد ما تنجح. وبيبص لجاوبينج وبيقول لو تعارض الطاقه مع بعضها فده بيعني انها ما اندمجتش مع بعض اصلا، يعني التجربه فشلت خلاص. بيرد عليه الرئيس وبيقول له لسه بدري عشان نحكم اذا كانت فشلت بالكامل او لا، احنا محتاجين مزيد من المعلومات عشان نكمل التجربه. تشين بيحاول يكلمه عشان يقنعه انها فشلت فعلا، بس السيد فينج بيسكته وبيطلب منه يروح يجيب باقي المكونات دلوقتي. وبيروحوا عاملين التجربه تاني مره وبتفشل وتالت مره وبتفشل. العمال بيبداوا يستاءوا من انها كل شويه بتفشل وبيقولوا معقوله المشكله في الصيغه ولا تشينج كان كلامه صح والتجربه كانت فاشله من الاساس. بيرد عليه صاحبه بيقول له جاوبينج ده لسه صغير وشكلنا بالغنا بتقدير مهارته. بيبتسم جاوبينج وهو بيسمع الكلام ده وبيقول للسيد فينج احنا قمنا بتجارب عديده بالمكونات دي وممكن يكون استخدام الفلفل الشيطاني احمر الوجه غير كافي، فخلينا نحاول نضيف مكون تاني رئيسي. بيلتفت الرئيس عليه وبيقول له انك تضيف مكون تاني دي فكره جريئه. جاوبينج بيقول له ما تقلقش انت بتثق فيا صح؟ طب ايه رأيك تثق فيا للمرة الأخيرة بس؟ بيوافق السيد فينج وبيسأله عن المكون التاني اللي هيعوزوا يستخدموه. بيقول له جاوبينج احنا هنستخدم التربة السوداء الناعمة لأنها رطبة وبتحتوي على خصائص الأرض، فاحنا هنخلي الضفدع الذهبي ياكلها لحماية أعضائه الداخلية، وهنضيف معاها خشب البريم كعنصر داعم لكرمة الأوركيد النارية، فبكده الخشب هيتغذى على النار والنار هتصنع الأرض. بيبدأ السيد فينج يقتنع بكلامه وبيقول له تمام خلينا نجرب. وبياخدوا قطعة من الضفدع الموجودة وبيبدأوا يضيفوا لها المكونات وبعدها بيلاقوا قدامهم النتيجة اللي بتفاجئهم. فبيروح تشين قايل للمدير ان عنصر النار اندمج مع الجلد دلوقتي بنجاح. بيبتسم المدير لان الخطة بدأت تنجح فعلا وبيقول له جاوبينج خلينا دلوقتي نجرب الاختبار المباشر مع الضفدع لان مجرد اختبار على الجلد مش هيبقى كفاية. بيوافق المدير على ده وبيروح جاوبينج للضفدع التاني اللي بيكون متخدر عشان يديله الجرعة الجديدة للاختبار. واول ما بيديها له جاوبينج بيلاقوا فجأة المكان كله بقى عبارة عن دخان. بيقول لهم جاوبينج وهو بيكح تقدروا تمشوا دلوقتي انا حطيت الكميات المناسبة وخلاص ما عادش فاضل غير خطوات بسيطة. بس بيجي له الرئيس وبيقول له مفيش داعي خليك انت بره وانا هراقب هنا التفاعل وانا قاعد جنبه. بيوافق جاوبينج وبيقول له تمام هطلع انا اتنفس شوية هوا نضيف. بيطلع بره وبيقول ان الفلفل الشيطاني ده عنده ريحة قوية جدا وبيسأل نفسه وبيقول هو انا كنت طبيعي من شوية؟ اكيد محدش هيكتشف اني عارف الصيغة فعلا بما اني اقترحتها عليهم، بس ده غير ان السيد فينج هو اللي جربها بنفسه. انا لازم اكون حذر بعد كده، ده اول بحث علمي يتعمل على الضفدع الذهبي وهتبقى مشكلة لو تم اكتشافي. يعني ازاي طالب في الثانوية يقدر انه يعرف صيغة ما اتجربتش لسه؟ بعد شوية الباب بيتفتح والناس بتطلع جري من المكان. بيبص جاوبينج وبيقول شكل التجربة نجحت بما ان في ابخرة حمراء، لكن فجأة بيطلع من وسط الابخرة دي الضفدع الذهبي وشكله بيبقى متغير جدا. بيفرح العمال والمدير بنجاح المهمة وبيقول تشين ان دلوقتي الضفدع بقى عنده خصائص من النار والارض، احنا فعلا نجحنا. جاوبينج بيروح يقف قدام الضفدع وبيشوف البيانات اللي النظام جابها له عنه وبيلاقي فيها ان خصائص النار موجودة فعلا، بس بالنسبة للخصائص المزدوجة فهو ما لقاش اي حاجة، لكنه ما بيهتمش قوي وبيقول هي دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نستخدمه بيها في اسرع وقت. في الناحية التانية وبالتحديد في شمال مدينة تشانجان بتبقى الفرقة التالتة بتستعد عشان تدخل في المعركة مع سيرة الجراد اللي في المنطقة لانهم قربوا يجوا. بيراقب واحد من الجيش الوضع وبيلاقيهم جايين فعلا ومتجهين ناحيتهم، فبيؤمر القائد الجيش على طول انهم يستخدموا القنابل الحارقة. بيستخدموها على الجراد وبيلاقوها فعالة فعلا. بيفرح القائد وبيقول لهم كويس قوي كملوا على نفس المنوال ده، لكن فجأة وهو بيبص لهم بيلاقيهم بدأوا يلفوا حوالين بعض وبيجهزوا نفسهم عشان يصنعوا عاصفة رملية. وبفضل العاصفة اللي هم صنعوها دي القنابل الحارقة اللي بيطلقها الجيش ما بقاش ليها اي تأثير. القائد لما بيلاقي كده بيروح بسرعة مكلم الاشخاص المسؤولين على اطلاق القنابل وبيأمرهم يتوقفوا دلوقتي لان سرب الجراد بدأ انه يستخدم العاصفة الرملية. بيسأل الجندي ده القائد اللي جنبه بيقول له احنا ممكن نعمل ايه لو مش هنستخدم القنابل الحارقة؟ بيرد عليه القائد وهو بيجهز سلاحه في قمة غضبه وبيقول له وهو متعصب احنا ورانا عدد لا يحصى من سكان المدينة والحشرات دي مش من الممكن انها توصل لهم، وبيروح مزعق له وبيأمره يطلق النار عليهم دلوقتي. بس ما بيبقاش في داعي لكل ده لان الضفادع الذهبية وصلت في الوقت المناسب وبتبدأ فعلا تستعد وبتطلع دخان احمر من جسمها وده اللي بيخلي الجراد يرتبك. الجنود بتسأل بعضها لو فعلا العاصفة دي بدأت انها تقف، فبيروح واحد سائل القائد وقايل له الضفادع دي جت منين. بيقول له القائد ان دي ضفادع الحمم البركانية وتم تطويرها خصيصا لمحاربة سرب الجراد، وبتنطلق المعركة من هنا بين سرب الجراد وضفادع الحمم البركانية، وعلى طول بتطلع الضفادع حمم من بقها وبتهجم بيها على سرب الجراد لحد ما بتخليهم كلهم يتساقطوا واحد واحد. الجنود بتنصدم من ان تم القضاء على مئات الجراد بهجوم واحد بس من الضفادع، وبيقول القائد
طول ما الضفادع دي موجودة هنا فمفيش حد فينا هيبقى مضطر انه يخاطر بحياته عشان يحارب سرب الجراد. الاشخاص اللي قاموا بتطوير الضفادع دول مذهلين فعلا. بنتوجه بعدها عند بيت جاوبينج، واللي بيكون قدامه مجموعة من العواجيز بيتكلموا عن حفايدهم اللي شاركوا في المسابقة وتم اقصائهم من اول مرحلة. وقتها بتوصل سيارة من الجيش قدام البيت، فبتسأل واحدة هم جايين يدوروا هنا على مين. بيرد عليها واحد وبيقول لها هم شكلهم جايين يدوروا على جاوبينج اللي ساكن في الطابق السادس، لان في سيارة شبهها جت قبل كده. بترد عليه الست دي وبتقول له بالنسبة لجاوبينج فانا شفته وهو بيدخل هيكل عظمي لبيته وانا بتمشى مع كلبي في الحي. بيجي واحد تالت وبيقول لهم وانا كمان شفته والهيكل العظمي كان متوهج. فعشان يريحوا نفسهم بيروح واحد فيهم سائل الجدة تشين اللي بتعيش جنب جاوبينج لو كانت شافت الحيوان ده. بترد عليهم الجدة وهي مبتسمة وبتقول لهم انتوا قالقين نفسكم ليه؟ الوحش ده هو الوحش الخاص بجاوبينج، هو شكله مخيف شوية بس مش اكتر. في خلال الاثناء دي بيكون قائد الجيش وصل لشقة جاوبينج، واللي بيظهر عليه انه مستغرب من مدى رسمية الموضوع. بيجي له القائد وبيديله صندوق وبيقول له وفقا للاتفاق اللي كان بينك وبين السيد فينج فدي هي نواة الوحش البلورية. بيشكره جاوبينج على الفعل ده وبيكمل الرئيس كلامه وبيقول له انا قدمت طلب عشان اكون انا الشخص المسؤول عن عملية التسليم بنفسي واشوف الشخص اللي كان سبب في نجاح المهمة. بعدها بيديله تحية وبيقول له بالنيابة عن اصحابي فانا بقدم لك كل الاحترام والتقدير، وبيسيبه وبيمشي. جاوبينج بيبقى واقف وباصص عليهم وبيقول لازم احاول اشارك بشكل اكبر في مساعدة الخطوط الامامية، بس في نفس الوقت لازم احاول احافظ على سرية النظام اللي عندي بقدر الامكان. بس النظام ده هو وسيلة مساعدة مش اكتر، انا اولويتي هي تحسين قوتي لحماية نفسي وبرضه بان يكون عندي رأي اكبر في التجارب. بيتفاجئ فجأة في وسط كلامه بدازي اللي جاية وبتحضنه من رجله، فبيفرح بانها بتحاول تواسيه وبيقول لها دلوقتي المواد الرئيسية وصلت فجهزي نفسك عشان هنبدأ تطويرك. وبيروح مجهز الحسائل اللي هيقوم بتطوير دازي وبياخده عشان يديهولها. فبتروح دازي عنده وبتبدأ ان هي تشربه، وعلى طول بيقع الطبق وبتظهر طاقة قوية جدا داخل جسم دازي. بعدها بتنطفي وبيبان كأنها اتحرقت وبتترمي قدامهم. دامبي بيبص لها وبيجيله فكرة وهو انه يروح ويجيب الطعام المفضل ليها ويحاول يصحيها بيه، لكن ده ما بينجحش. وجاوبينج بيقول لدامبي سيب دازي ترتاح شوية، اللي انت بتعمله ده مفيش فايدة منه. وبيفكر مع نفسه وهو باصص لهم وبيقول دلوقتي هو الوقت المناسب لعمل العقد مع سلاي. فبيروح طالب من سلاي انه يجي، لكن سلاي بيتجاهله وبيروح ماشي. فبيروح قايل له تعالى انا جبت لك العصير المفضل ليك، وعلى طول بيروح سلاي جري وبياخد منه العصير. بيشك جاوبينج صبعه بعدها عشان يقوم بعمل عقد الدم وبيغمض عينه عشان يدخل في وعي سلاي. ولما بيشوف شكل سلاي كده بيفهم ان وعيه لسه ضعيف، ولكنه بيلاقيه جاي ناحيته عادي، فبيفهم ان سلاي ما عادش خجول زي زمان. بيبتسم جاوبينج وبيقول كل الاكل اللي اكلته له ما راحش على الفاضي، وبيلمسه عشان يكون شريكه في العقد. واخيرا بيتم العقد من ناحية جاوبينج، واللي بيقول لسلاي انت دلوقتي لو بقيت شريكي فانا هخليك قوي وعمرك ما هتخاف من اي حاجه. سلاي بيرد عليه وبيقول له انا مش عايز اكون قوي، كل اللي انا محتاجه هو عصير الفاكهه بس. بييأس جاوبينج وبيقول له مفيش مشكله هديك كل العصاير اللي انت عايزها. وبكده بيبقى اكتمل العقد اللي بين جاوبينج وسلاي. بيجي الليل وبنشوف الجده تشين وهي نايمه، وبتسمع فجاه صوت حد بينده عليها وبيقول لها وقت الفطار جه قومي. بتفتح الجده عينيها بس بتلاقي ان البغبغان اللي عندها هو اللي بيقول كده، فبتقول له وهي متوتره هو طلعت انت؟ وبتكمل كلامها وبتقول له من زمان بقى عندي مشكلة في ذهني بعد ما فقدت بنتي، وكانت الأمور صعبة عليا وعلى العجوز، بس هو ما كانش سايبني كده ودايما كان بيعتني بيا وبإعداد الطعام وبالذات وجبة الإفطار، كان بيصحيني كل يوم عشان أكلها. بس لسوء الحظ لما بدأت حالتي إنها تتحسن الراجل العجوز كان رحل بالفعل، لكن بفضلك أنت وبفضل تقليدك لصوته فأنا كنت عايشة لحد دلوقتي. وبتروح شاكرة البغبغان وبتقول له شكرا لأنك حافظت على صحتي طول الوقت ده، بس دلوقتي جه الوقت ان اروح واشوف الراجل العجوز لانه استناني فتره طويله وبتفارق الحياه. وقتها بيجي لها الراجل العجوز وبيقول لها انا رجعت لك. الجده بتبدا تعيط اول ما بتشوفه، والراجل العجوز بيقول لها احنا دلوقتي عمرنا ما هنفترق مره تانيه. في الناحية التانية جاوبينج بيبقى نايم وبيصحى فجأة على صوت دازي وهي عمالة بتتقلب، فبيقرب منها عشان يشوف ايه اللي حصل وبيسألها اذا كان حصل خطأ في عملية التطوير. بيبص عليها بعدها وبيلاقي النظام جايب له انها دلوقتي في عملية زراعة اسنان، فبيتساءل وبيقول هي ممكن تكون مجموعة الاسنان دي بتنمو كاسنان جديدة ولا دي اصلا جت نتيجة تطور جيناتها، لكنه في الاخر بيقول مش هحكم عليها دلوقتي وبيحاول يهديها من الالم اللي عندها نتيجة التطور. وبيسيبها وبيمشي عشان يروح عند سلاي. بيطلع لبره وسلاي معاه وبيفكر هيطور سلاي عن طريق مسار الهجوم
الهجوم ولا الدعم. فبيقول لنفسه لو استخدمت جوهرة جبل الفضاء كمكون رئيسي فكده هيتطور لقنديل البحر ذو الروح الخشبية، وهيمتلك خصائص مزدوجة وهي العلاجية والفضائية. بس بالرغم من ده فلو اتطورت القدرة الهجومية لوحش من نوع الفضاء فوقتها هتكون مميتة، وموضوع التخلي عن مسار الهجوم عشان اختار مسار الدعم هيبقى مزعج شوية. بس برضه لو اخترت المسار ده هحتاج انفاق مجهود وفلوس كتيرة، فالاسرع ان اختار مسار الدعم. واخيرا بيقرر انه هيطور سلي لمسار الدعم وهيخليه يتحول لقنديل بحر ذو روح خشبية. بعد فترة بينزل جاوبينج من البيت وبيسمع وهو ماشي صوت ضجيج في الشارع، والناس التانية بيبقوا قاعدين بيتكلموا عن حاجة ظهرت في المكان، وبقية الاشخاص في الشارع واصحاب الجدة تشين بيبقوا واقفين وباصين في السماء وبيقولوا ان ده هو شبح زوج الجدة تشين الراحل وهو جه دلوقتي عشان ياخدها. جاوبينج ما بيفهمش قصدهم ايه، فبيبص في السماء وبيلاقي ظهر وحش عنقاء قدامه. بيجيله بيانات الوحش ده على النظام وبيطلع ان اسمه حارس الروح ومستواه 25، وخصائصه ان الوحش ده بيبقى مهووس بالروح عشان كده بيقدر يعيش في عالم البشر وبيقدر انه يتجسد في اشكال عديدة ومختلفة، ولما بيخلص مهمته وبيتغذى على الروح بيرجع تاني للعالم السفلي. وقتها بيبقى في واحد من اصحاب الجدة تشين قاعد بيزعق وبيقول انا شفت اللي حصل، جثة البغبغان والجدة تشين على السرير اتحولوا لبقع ضوء وطاروا بعيد، هم اكيد ماتوا. الناس التانية بتبقى قاعدة بتحاول تهديه، لكن جاوبينج بيجي في باله حاجة وبيقول انا فاكر ان الجدة تشين كان عندها عنكبوت رمادي، ودلوقتي لو العنكبوت ده فضل متساب بدون سيد فممكن يدخل للجبل ويعيش في البرية، او ممكن تتغير طبيعته بشكل كبير ويبقى عدواني جدا ويهاجم في البشر. بس انا مش هسيب ده يحصل، لازم الاقيه في اسرع وقت. وبيروح جري بسرعة لحد ما بيوصل قدام بيت الجدة، بس بيلاقي ان الباب مقفول ومفيش صوت اي حركة بالداخل. فبيقول لنفسه هو ممكن يكون مختبئ فين دلوقتي، لان بالتفكير في الاماكن اللي بتتخبى فيها العناكب الرمادية فهو ممكن يكون فوق. وبيبص فوقه فعلا وبيلاقيه واقف ومتخبي في السقف. العنكبوت بيبقى باصص له ومتعصب عليه، بس جاوبينج بينده على دازي وبيطلب منها انها تيجي عشان تساعده، لكن وقتها العنكبوت بيقع من على السقف وبينزل على الارض، وده اللي خلى جاوبينج يستغرب من تصرفه ده. وبنشوف ان العنكبوت خايف ومرعوب من جاوبينج، وبيبدا يفتكر في كلام الجده تشين لما قالت له انها دلوقتي كبيره في السن وممكن تموت قريب، فعشان كده قررت انها مش هتعمل معاه عقد وهتسيبه بدون اسم، لان لما تسيبه كده فهو ممكن يقابل شخص جديد ويعمل معاه العقد ده. جاوبينج هنا بيفهم من منظر العنكبوت ان شكله حزين، فبيروح عشان يواسيه وبيقول له لو انت حابب فانت ممكن تيجي معايا. بنروح بعد فتره بره البيت والناس كلها بتبقى ملتفته باستغراب ناحيه جاوبينج، لانه بيكون ماشي وسط المدينه ومعاه الحيوانات الخاصه بيه، فبيهمس واحد للتاني وبيقول له الراجل ده بيربي كائنات مسمومه دلوقتي. وجاوبينج بيبقى ماشي في قمه الفخر وبيقول انا محظوظ قوي دلوقتي ما بقاش ناقصني غير الدبابه، بس انا عارف ان فكره استخدام العنكبوت كدرع فكره سخيفه، لكن في الواقع في مسار لتطوير العنكبوت عشان يكون مدرع، والمسار ده مكوناته مش صعبه واقدر الاقيها بسهوله. بيوصل بعدها لقدام مصعد وبيكمل تفكير في الموضوع وبيقول خلاص انا هحصل على كتير من القوه الروحيه بعد ما انشأ عقد الدم معاه واقويه بسرعه، ومع القوه الروحيه اللي قدرت احصل عليها من دازي وسلي فانا ممكن اقدر انشأ عقد دم مع دمبي في وقت قصير. بس بيزعل بعدها وبيقول انا اللي جبت كل ده لنفسي لان ما كانش لازم اطور دمبي بسرعه، فبكده موضوع ان اعمل عقد دم معاه بقى صعب جدا. وقتها بيكون وصل قدام المكتب فبترحب بيه شوان وبتقول له صباح الخير ايها الرئيس الصغير. جاوبينج بيستغرب من الكلمه دي وبيقول مش كانت دايما بتقول لي يا سيد جاوبينج اكيد في حاجه حصلت. شوان بتقول له بعدها وهي بصاله انا بقالي مده طويله ما شفتكش، وبتتعصب عليه وبتقول له كان في عملاء كتير بيسالوا عليك وحتى كانوا عايزين انهم يشوفوك مخصوص بالرغم من اني قلت لهم انك مش فاضي، بس انا ما قدرتش ان اتواصل معاك ابدا. جاوبينج هنا بيبدا يخاف وبيقول لها خلاص انا معايا وقت دلوقتي ممكن نحل المشاكل اللي حصلت، بس عاوز منك تجيبي له المكونات دي الاول. بتاخد منه الورقه وهي متعصبه وبتسيبه وبتمشي. بيعدي الوقت لحد ما جاوبينج بتكون وصلت له المكونات في المختبر، فبيبدا انه يعمل عقد الدم مع العنكبوت الرمادي وفعلا بيعمل العقد بنجاح. بيبتسم له جاوبينج بعدها وبيقول له دلوقتي يجي الوقت اللي هنطورك فيه، وبيروح مجهز ساعته والادوات اللي معاه وبيبدا في انه يعمل المخلوط الخاص بالتطوير عشان يديه للعنكبوت، واخيرا بينجح في ده. بيقرب منه جاوبينج بعد ما بيخلص المخلوط وبيقول له لون جسمك رمادي وعندك صفيحه مخططه، بس بعد التطوير فانت هتبقى العنكبوت الرمادي المدرع واسمك هيبقى ستيربي، وزي ما انت شايف كده المحلول ده للتطور وانا صنعته خصيصا عشانك وهتبقى اقوى بمجرد استهلاكه. وبيبدا يصب من المحلول على ستيربي، بس فجاه ستيربي بيحس بألم قوي نتيجه المحلول ده، وبرضه جاوبينج بيحس بنفس الألم بسبب عقد الدم اللي عامله معاه، لكنه بيشجعه بيقول له هتقدر تنجح، الألم ده حاجه لازم تعدي عليها عشان تبقى اقوى ولازم تعتمد على نفسك. في اللحظه دي بتدخل شوان عليه وبتقول له في حد مستنيك بره وشكله واحد من العملاء الاغنياء جدا. بيبص لها جاوبينج وهو مبتسم وبيقول لها انا جاي حالا، وبيقول لنفسه اخيرا جه الوقت عشان اكسب فيه شويه فلوس. بيطلع بره وبيلاقي واحد قاعد مستنيه، فبيبص على بيانات وحشه اللي معاه وبيتعجب ان وحشه ده طلع من نوع القائد.
بيروح بعدها حاطط اللبس اللي كان شغال بيه مع شوان وبيطلب منها انها تاخد بالها من تطور العنكبوت على ما يجي، وبيقول لها الزجاجه الموجوده على الطاوله دي اول ما يتغير فيها لون السائل كل اللي هتعمليه هو انك هتصبيه في انبوبه الاختبار. بتوافق شوان على ده وجاوبنج بيروح عشان يقابل العميل ويرحب بيه، فبيقول له العميل انا سمعت عنك كتير وبالمناسبه انا لوشي وكنت بمتلك حديقه اعشاب صغيره لكن العناكب دمرتها وهي دلوقتي قيد الاصلاح. جاوبنج بيقول له انت قصدك بالحديقه دي حديقه الاعشاب شرق المدينه؟ بيرد عليه لوشي وبيقول له ما كنتش اعرف ان واحد زيك كده ممكن يكون عارف حديقتي المتواضعه. بيفكر جاوبنج مع نفسه وبيقول كويس جدا، ما كنتش اعرف اني معروف بالشكل ده. ولوشي بيكمل كلامه وبيقول له شكلك ما كنتش تعرف اللي حصل، فانا تمت دعوتي من فتره للمشاركه في احتفال عسكري والرئيس فينج قال هناك ان انت كنت المساهم الرئيسي في تطور ضفادع الحمم البركانيه، ودلوقتي انا معايا وحش وعايزك تطوره وعشان كده انا جبته هنا لاني واثق فيك وفي مهارتك. بيتشال الغطا من على قفص الوحش وجاوبنج بينصدم اول ما بيشوفه وبيقول لنفسه معقول ده هو كلب الابنوس الليلي؟ فوفقا للي سمعته فجميع الوحوش من نوع الكلاب عندها مسار التطوير لكلب الابنوس الليلي بدل مسار التطوير العادي، والنوع ده من الكلاب بيتميز بالفراء الاسود اللي ممكن يمتزج تماما مع الظل ويخليه مش باين في الليل، وغير ده فهي عندها القدره على امتصاص الاطوال الموجيه للضوء. يعني باختصار ده هو القاتل المثالي تحت غطاء الليل، وبرضه ده هو المراقب المثالي بالليل. وبسبب قدراته دي فكتير من اصحاب القصور والحدائق بيبقى اختيارهم الاول هو الوحش ده. هنا لوشي بيقول له انا ما اعرفش ايه هي رسوم عملك بالنسبه لوحش من نوع القائد، فبالنسبه للسعر انت اللي هتحدده وما تترددش في تحديد السعر المناسب. جاوبنج بيبدا يفكر وبيبص في نافذه النظام وبيقول لنفسه لو استبعدنا اندر واقوى مسارين لتطوره وكمان استبعدنا 5 مسارات تانية بتحتاج موارد نادره جدا واجراءات معقده فكده هيتبقى معانا 13 مسار للتطور. بيخلص تفكيره وبيقول له لوشي بعدها مفيش مشكله من ناحيه التطور، ففي مسارات تطور كتيره اقدر اختار منها ونقاط قوه الوحش هتختلف وفقا للمسار اللي هنختاره. لوشي بيقول له تمام فهمت، انا هختار الاغلى فيهم. بيرد عليه جاوبنج وبيقول له كده التكلفه هتبقى 5000 عمله. لوشي بيقف مصدوم من الرقم ده بس جاوبنج بيحاول يتوه الموضوع وبيمسك ايده وبيقول له القرار اللي انت خدته ده قرار عظيم فعلا. في الوقت ده فجاه بيسمعوا صوت حاجات عماله بتتكسر، فجاوبنج بيفهم انه ممكن يكون صوت من عند ستيربي، فبيروح جاري بسرعه ناحيه غرفه الاختبار وبيلاقي شوان واقفه ومرعوبه قدام ستيربي وبتبص له بعدها وبتقول له شوف ايه اللي حصل. بيبص جاوبنج على ستيربي وبيلاقي النظام بيقول له ان التطور البري ناجح، العنكبوت الرمادي المدرع تطور بنجاح. جاوبنج بيقول لستيربي نجح التطور اخيرا بس ازاي اتجرأت تكسر المعدات دي وتخوف شوان كده؟ وبيقرب ايده منه بعدها وبيقول له مهما بلغت قوتك في المستقبل انت لازم تتحكم فيها بعد كده، فهمت؟ بيستوعب ستيربي كلامه وبينحني له بس وهو بيعمل كده بيخبط بالغلط في معدات المختبر تاني وبيكسرها. هنا جاوبنج بيبدأ ييأس وبيقول لي كل وحوشي غبية بالشكل ده، لكنه بيروح لستيربي بعدها وبيقول له خلاص كده روح مكتبي دلوقتي وحاول تفضل هادي. بيسمع ستيربي كلامه وبيمشي وجاوبنج بيروح عشان يساعد شوان انها تقوم وبيعتذر لها عن اللي حصل ده وبيطلب منها لو تعرف تجيب حاوية جديدة اكبر من اللي كانت موجودة والرسوم تبقى على حسابه هو، وكمان بيطلب منها تجهز المواد اللازمة لتطوير كلب الابونس الليلي عشان هو حدد موعد مع العميل والتجربة هتبقى الاسبوع الجاي. وبيقول لها اخر حاجة اتصلي بحد يجي ينظف اللي حصل ده وهيبقى على حسابي برضه لان مش هقدر اواصل العمل والاجهزة مدمرة. بتوافق شوان وبتسمع كلامه وهي متضايقة انهم هيصرفوا فلوس كتير تاني. بعد فترة جاوبنج بيبقى في طريقه لوكالة شراء المنازل وبيفكر مع نفسه وبيقول دلوقتي بيتي بقى زحمة اكتر من الاول، شكل ده هو الوقت المناسب عشان انتقل لمكان اكبر ويفضل لو كان في ضواحي المدينة عشان يوفر عليا المسافة للشغل والتدريب. فجأة ستيربي بيجي قدام جاوبنج وهو عمال بيتحرك بالطريقة الجديدة بتاعته بعد ما اتطور، فبيبص له جاوبنج وبيسأله لو في غلط حصل في تطويره لان المنظر اللي هو ماشي بيه ده اشبه بالسلطعون مش بالعنكبوت المدرع، فبيتعصب عليه وبيضربه بعدها برجله وبيقول له امشي عدل انت عنكبوت. في الوقت ده بيكونوا خلاص وصلوا قدام وكالة شراء المنازل. بيدخل جاوبنج وبتقابله الموظفة وبتقول له انها الآنسة شي ليو مندوبة المبيعات اللي اتواصلت معاه. بيرد عليها جاوبنج وبيطلب منها انهم يشوفوا المنازل المتاحة. بتقول له مفيش مشكلة واحنا موفرين لك سيارة عشان توصلك تقدر تتفضل من هنا، ووفقا لمتطلباتك فانت كنت عايز بيت كبير في ضواحي المدينة مع حديقة وطابق سفلي محيط، احنا قدرنا فعلا نلاقي حاجة بالمتطلبات دي. بتديله جهاز بعدها وبتقول له شوف بنفسك دي صورة من البيت اللي لقيناه. بيبص جاوبنج لصور البيت واللي بيطلع شكله مرتب وجميل جدا بس ما بيكونش فيه طابق سفلي، فبتقول للموظفة هو ما فيهوش طابق سفلي فعلا لكن تقدر تبني طابق ارضي بدون اي مشاكل لان المنطقة كلها تابعة للعقار ده. جاوبنج بيبقى باصص للصورة لسه وبيسألها عن المكان اللي موجود فيه البيت. بترد عليه الموظفة وبتقول له هو موجود بالقرب من منطقة بحيرة التنين المزدهرة وسعره رخيص جدا 2000 عملة بس، وده عشان هي موجودة في الضواحي والإشراف في المنطقة
المنطقة دي بيبقى قليل، وكمان جزء كبير من المناطق المحيطة فيها بالمجان، بس هي مناسبة ليك. بيسمع جاوبنج كلامها بس بيسألها سؤال، وهو إذا كان الصور اللي موجودة معاه حاليا قبل الكارثة ولا بعد الكارثة، لأن النباتات اللي موجودة شكلها طبيعي ومش متطورة. وبيتعصب عليها بعدها وهو ماسك الصورة، وبيقول لها انت ما بتخفيش أي معلومات مهمة عني صح؟ بتبدأ تتوتر الموظفة وبتقول له ازاي يعمل كده؟ فكر في الموضوع، انت لو كنت دورت كان من المستحيل تلاقي بيت مع عشرات الأمتار من الحدائق في المدينة قبل الكارثة، بس هو موجود دلوقتي قدامك وبيتباع ب 2000 عملة. السعر ده رخيص جدا بالرغم من ان المكان منعزل، بس الطريق السريع موجود عند الجبل وهتقدر تتجول هناك لو اشتريت سيارة. جاوبينج بيفكر مع نفسه وبيقول شكلي في خطأ في الموضوع، لان حاسس ان في مشاكل خفية زي مشاكل السلامة وقضايا التجديد. ووفقا للصور اللي شفتها فالبيت ده على الاقل المفروض يكلف 3000 او 4000 عملة، ونظرا لحالة اضطراب المجتمع بعد الكارثة فالبيت ده اما كان محمي او اتساب بدون حماية وبقى في حالة خراب دلوقتي. بس لو كان البيت حقيقي شبه الصور كده فبنسبة 60% انا هكون اكتر من راضي. اما لو المشكلة كانت في مسألة السلامة فالمشكلة دي هتبقى مشكلة الاشخاص التانيين الموجودين في المكان، لكن المشكلة الحقيقية هتبقى في وحوشي اللي ممكن يخلوا الاشخاص دول وجبة ليهم. بيقعد يضحك بعدها جاوبنج ضحكة شريرة بعد تفكيره ده، فبتنده عليه الموظفة وبتطلب منه انهم يروحوا عشان يشوفوا الصفقة. وفي وقت ما هم خارجين بتلاحظ الموظفة العنكبوت الخاص بجاوبنج، فبتقول له هو ده بقى وحشك؟ ده سلطعون لطيف جدا. جاوبنج بيبقى مستاء وبيقول لها ده في الحقيقة عنكبوت، وبينتبه وهو بيكلمها ان في حد بيراقبهم، فبيروح ملتفت بسرعة عشان يبص ويشوف مين. الموظفة بتقلق وبتقول له مالك، بس بيلاقي مفيش حاجة وبيقول لها شكلي كنت غلطان خلينا نمشي. بس الحقيقة بتطلع ان كان في شخص بيراقبهم فعلا، وبيبص عليه وبيقول اخيرا قدرت الاقيك. في الناحية التانية جاوبنج بيكون خلاص وصل للمكان الجديد، وبتندهله الموظفة عشان يجي ويشوف البيت اللي كانت قالت له عليه. بيقرب جاوبنج وبينصدم لما بيشوفه وبيقول ده مختلف جدا عن الصور، ولا ممكن يكون الاختلاف ده من بره بس. فبيدخل لجوه عشان يشوف التفاصيل اكتر، وبيلاقي انه نضيف جدا ومفيهوش اي غبار، وكمان الاساس اللي فيه كلها مجهزة، بس مشكلتها ان هي قديمة شوية وعايزة حبة اصلاحات بس. بيقعد جاوبنج يفكر مع نفسه وبيقول الاساس هنا بيساوي ثروة، وبالرغم من ان البيت موقعه مش كويس بس برضه مستحيل يتباع ب 2000 عملة بس. الموضوع ده غريب فعلا. وقتها بيقطع تفكير جاوبنج شخص جاي لهم وبيقول له انت هو السيد جاوبنج؟ جاوبنج بيلتفت عليه وبيتخض وبيقول له انت مين؟ بتقول له الموظفة ان ده السيد ليو مالك المنزل. بيضحك السيد ليو وبيقول انا جيت على طول اول ما سمعت ان جاوبنج جه هنا عشان يلقي نظرة على البيت. جاوبنج بيرد عليه وبيقول له انت جيت بسرعة هنا عشاني؟ وبيسأله اذا كانوا اتقابلوا قبل كده. بيقول له السيد ليو مين ما يعرفش اسمك الشهير في المجال ده، فانت الافضل والبطل الحقيقي ورا نجاح العملية الاخيرة زي ما قال السيد فينج. ودي بطاقة عملي، انا دلوقتي ببيع الوحوش، لو في عندك اي نية في التعاون معايا هعمل لك خصم بنسبة 20%. جاوبنج بيبص لبطاقته وبيقول لنفسه هو فعلا بيعرف ازاي يقوم بالاعمال التجارية. وهنا السيد ليو بيبدأ يسأل جاوبنج عن البيت اذا كان عاجبه، وبيقول له انا كنت بجيب شخص كل موسم عشان ينظفه، هتحتاج بس انك تدفع رسوم الصيانة لو كنت هتشتريه، وتقدر تنتقل بعدها للعيش هنا على طول. جاوبنج بيرد عليه وبيقول له في مشكلة، فبالرغم من ان الموقع مش كويس بس البيت ده بيساوي اقل حاجة 4000 عملة، و2000 عملة اللي انت عارضها على البيت ده مبلغ قليل جدا، فممكن تعرفني السبب اللي خلاك تعمل كده؟ السيد ليو بيقول له تمام انا هفهمك. في الواقع انا كنت شاري البيت ده لوالدي عشان يستمتعوا بتقاعدهم فيه، لان ابويا كان من الكرويين ومش متعود على حياة المدن، فعشان كده انا اشتريت له البيت ده عشان يستمتعوا، وبرضه لانه كان طول حياته بيشتغل بجد عشان يوفر لي حياة جيدة، فانا بعد ما نجحت في حياتي حبيت ان ارد له الجميل ده. ولكن موجة الوحوش اللي حصلت زمان دمرت كل حاجة، وهم ما لحقوش يستمتعوا بالبيت ولو ليوم واحد. بيتعصب السيد ليو اكتر وبيبدأ يشتم في الوحوش والعالم اللي بقوا عايشين فيه، وبيقول له بعدها انا حبيت احافظ على البيت ده كنوع من الذكرى، بس لما سمعت انك بتدور على بيت بنفس المواصفات دي رحت حاطط سعره 2000 عملة، ممكن كده تعتبرها حاجة استثمارية ليك. انا ما بقتش شاب خلاص وقدرتي محدودة وما بقاش عندي فرصة ان اعمل اي حاجة انا عايزها، بس الشباب زيك هم مستقبل المدينة، وبتمنى ما يحصلش مأساة شبه اللي حصلت زمان. جاوبنج بيبقى مندمج في كلامه وبيفتكر ابوه وامه اللي سابوه وقت الكارثة، بس بيشكره في الاخر على ثقته دي وبيقول له خلاص انا هشتري البيت. بنروح بعدها لليل تحديدا في الوقت اللي جاوبنج كان رجع فيه للبيت وجايب اكل لوحوشه، ولما بيدخل بيلاقي ان وحوشه متجاهلين ومش مهتمين بيه، لكن اول ما جه يقول لهم انا جبت لكم معايا مغذيات افضل من عصير الفواكه كلهم سمعوا الكلمتين دول وطاروا ناحيته عشان يشوفوا الاكل. في الوقت ده بيسمع صوت جاي من وراه وبيقول ان البيت دلوقتي شكله بقى اكتر حيوية. بيلتفت جاوبنج على الصوت وبيطلع ان دي كانت العمة تونج، واللي بتروح مرحبة بيه على طول، وبتروح لدازي عشان تشوف التطور اللي حصل لها، وبتفرح جدا
جدا ان اسنانها بدأت تطلع. بعدها بتقول لجاوبينج بالمناسبة سمعت انك اشتريت بيت جديد. بيضحك لها جاوبينج وبيقول لها الاخبار بتوصل لك بسرعة، بس البيت ده بحاجة لشوية اصلاحات عشان كده مش هنقدر ننتقل له دلوقتي. العمة تونج بتروح عليه وهي متحمسة وبتقول له كان المفروض تقول لي قبلها عشان في طرق كتير للتجديد وانت ما عندكش خبرة كافية لده. بس بعدها بتسيبه وبتقول له خلاص انا همشي دلوقتي. بتقفل الباب وبتفكر مع نفسها وبتقول انا خدت قراري خلاص، لما يجي الوقت المناسب هشتري البيت المجاور ليه بشكل طبيعي. بنروح لتاني يوم الصبح وجاوبينج بيكون قدر يوصل لحدود المدينة مع الحيوانات اللي معاه، وبيقول لنفسه ما اعتقدش ان شجرة الزجاجة بعيدة من هنا، هيبقى من الافضل لو قدرت ان اجمع كل الموارد النهاردة، لان كل اللي كانوا عندي هما 3 ايام عطلة بس، والنهاردة هو اليوم الاخير فيهم، ولو ما اتمكنتش من جمع جوهرة خشب الفضاء اللي محتاجها فلازم هستنى لحد يوم الاثنين عشان اخد الاجازة مرة تانية، وكده الموضوع هيتأخر معايا. فجأة بيبص جاوبينج وبيلاحظ ان في حاجة بتتحرك قدامه، وبيطلع ان ده وحش قط بري مستواه 13. فبيقول جاوبينج بعد ما بيشوفه اكيد الوضع خطر هنا، لان اول وحش صادفه هو وحش من مستوى النخبة. بس الوحش ده ما بيستناش كتير وبيبدأ يجهز نفسه عشان يتحرك بسرعة ويهجم على جاوبينج، واللي بيبقى واقف قلقان جدا وبيطلب من وحوش انهم يستعدوا. الوحش ده بيبقى مكمل هجومه وبيتحرك بسرعة ما بين الاشجار لحد ما بيكون وصل لقدام جاوبينج، بس هنا بتتدخل دازي عشان تواجهه، لكن دامبي كان عنده رأي تاني وبيروح هو قدام الوحش وبيزقه. الوحش بيترمي بعيد عن جاوبينج ودامبي بيقول وهو في قمة غضبه خصمك في المعركة دي هو انا، وبيجهز نفسه وبيجري عليه بسرعة. الوحش لما بيشوف منظره كده بيترعب وبيروح عشان يحاول يهرب منه، لكن دامبي ما بيسمحلوش بكده وبيفعل مهارته عشان يمسكه من جسمه قبل ما يقدر يهرب وبينزل عليه بقبضته لحد ما بيموته. جاوبينج بيبقى واقف شايفه وبيقول قوة دامبي ازدادت كتير عن اخر مرة، كنت عارف انه هيكون قوي بس ما تخيلتش انه هيكون بالقوة دي. دامبي نفسه بيبقى مستغرب من القوة اللي عنده، وده اللي خلى جاوبينج يقول له بعد ما بيشوفه شكلك مش متعود على قوتك الجديدة، بس عادي دي اول مرة يقاتل فيها بعد التطوير، شكلي هحتاج اخليه يتدرب اكتر. بيلف بعدها وبيطلب من دامبي انهم يمشوا عشان يكملوا طريقهم، لكن دامبي بيبقى باصص لجاوبينج وبيفتكر لما ساعده في الاول، وبالرغم من انه ما كانش فاهم جاوبينج بيتكلم عن ايه في اليوم ده، بس هو عارف حاجة واحدة وهي ان جاوبينج دلوقتي بقى كل حاجة بالنسبة له. بيكملوا طريقهم وبعد محاولات بحث ل3 ساعات متواصلة اخيرا بيلاقيها، بس بيلاقوا برضه موجود تعابين بالقرب من الشجرة دي، فبيلاحظهم دامبي وبيروح ماسك واحد فيهم وقاطع راسه عشان يطلع منه نواته البلورية. جاوبينج بيشوف ده وبيقول لنفسه احنا مهمتنا الاساسية هنا هي ايجاد ما يكفي من جوهرة خشب الفضاء، النواة البلورية للثعبان الاخضر هتبقى اضافة مش اكتر، بس طالما دامبي جابها بحسن نية فانا ما اقدرش ارفضها. بعدها بيطلب من دامبي انه يحاول يكسر الشجرة دي. دامبي بيروح وبيشوف الشجرة وبينطلق بقبضته وبينجح انه يكسرها. بيفرح جاوبينج جدا وبيطلب منه يكسر شجر اكتر عشان ياخدوا نواه بلورية اكتر. بنروح لبعدها في الجانب الاخر من الغابة وبنشوف 3 اشخاص ماشيين وبيتكلموا ان الشخص اللي بيدوروا عليه كان موجود هنا فعلا. وقتها بيسمع حيوان القائد صوت وبيشاور للقائد في اتجاه معين، وبيقول واحد من الموجودين للقائد حيوانك شكله لاحظ حاجة، فبيقول له القائد هو لاحظ ضوضاء غريبة جاية من هناك بس مش متأكد اذا كان هو الشخص اللي بندور عليه ولا لا، خلينا نروح ونشوف بنفسنا. وبيغيروا اتجاههم عشان يروحوا هناك بس بيسمعوا صوت برضه، فبيقول واحد فيهم الصوت ده شبه صوت تدريب الملاكمة اللي كنت بمارسها قبل كده، والتاني بيرد عليه وبيقول له ما تخلكش غبي، مين ممكن يمارس ملاكمة في الغابة، المكان هنا مليان بالوحوش. القائد بيتدخل هنا ويقول له ما تستهنش بالامر، احنا مش هنتجاهل اي دليل لاننا اخيرا قدرنا نحصل على مهمة براتب عالي ومش هنسيبها تروح من ايدينا، وما تنساش انت كمان اختك هتحتاج رسوم مدرسية، لازم المهمة دي تنجح، خلونا نروح دلوقتي بس وحاولوا تكونوا هاديين. بعد شوية بيكونوا وصلوا للمكان اللي سمعوا فيه الصوت وبيشوفوا هم مستخبيين دامبي قاعد بيكسر في الشجر اللي في المكان، فبيقول واحد فيهم وهو مستغرب ازاي الوحش ده بيحطم الشجرة بقبضة واحدة، لكن القائد بيقول له بص وبيطلع الصورة اللي معاه واللي بيبقى فيها جاوبينج وبيقول لهم هو ده هدفنا، بس هو بيدور على ايه داخل الجذوع المكسورة دي. بيقول له صاحبه وهو متوتر مش مهم، المهمة دلوقتي احنا عملنا المهمة وعرفنا نوع الوحش اللي بيملكه الشخص ده، خلينا نمشي لان احنا كده امرنا هيتكشف. بيأكد الشخص الثالث على كلامه وبيطلب من الكابتن انهم يمشوا، وبيقول له شكل وحشه اللي معاه مش عادي وكمان وحشه التاني شكله مش سهل ابدا. القائد بيتدخل وبيقول لهم اسكتوا، احيانا الحظ بيحالف الاشخاص شبه الشاب ده، واحنا دلوقتي قدامنا فرصة كبيرة وبمهارتنا اللي معانا دي ما نقدرش حتى ندخل لعمق الغابة عشان هي كلها مخاطر واحنا مش قدها، لكن بما ان الفرصة قدامنا فلازم نستغلها. في حاجة غير عادية مع الشاب ده، ليه ممكن يجي مروض وحوش لنص الغابة ويقوم بعمل ضجة كبيرة كده، اكيد في حاجة ثمينة داخل جذوع الشجر والوقت ده هو وقتنا للحصول على الجائزة الكبرى. بيكمل كلامه معاهم وبيقول لهم على خطة وهي ان دينج سن هيتخبى ويستعمل وحشه عشان يسيطر على جاوبينج، والقائد وياو هوان هيتعاملوا مع الوحش الكبير. القائد بيبقى متفائل بالخطة دي وبيقول ممكن اليوم ده يكون هو يومنا ووقتها مش هنحتاج نشتغل مرة تانية، وبينطلقوا عشان ينفذوها لكنهم ما بيلحقوش يعملوا حاجة، وعلى طول دازي ودم
بينتبهوا ان في شخص في المكان. جاوبينج بيفهم ده وبيروح مزعق وقايل للي موجود في المكان يظهر نفسه. القائد بينصدم في اللحظه دي وبيقول احنا اتكشفنا خلاص، لكنه بيجي له خطه وبيكشف نفسه وبيرحب بجاوبينج وبيقول له احنا جينا هنا بس عشان نشوف لو كنت محتاج مساعده. جاوبينج بيبدا يفكر وبيقول لنفسه مساعده ازاي؟ النحله المخروطيه وفراشه الجمجمه اللي معاهم وحوش هجوميه وبيجودوا الهجوم في الغابه، الاتنين دول اكيد مش ناويين خير. وقتها دامبي بيلمح وجود شخص تاني فبيجهز نفسه هو وجاوبينج، لكن القائد بيحاول يهديه وبيقول له ما تقلقش ده اخويا بس واحنا وجودنا هنا مش شر ليكم. وبيقول لنفسه ازاي عرف ان هو موجود هنا، والشخص اللي اتكشف ده بيقول له انا كنت بقضي حاجتي هنا بس. جاوبينج بيبقى شايف البيانات اللي النظام جابها له عن الوحش اللي معاه وبيقول لنفسه هو قلقان سرعوف المصرل ده ممكن يكون نوع نادر من الوحوش، بس لحسن الحظ دازي عندها مقاومه للنوع ده من الوحوش فمفيش داعي للقلق. وبعدها بيرد عليهم وبيقول لهم انا مش محتاج مساعده هنا، وتحديدا النوع ده من المساعده اللي انتوا جايين تقدموه. الرئيس بيبدا يخاف من جاوبينج والحيوانات اللي معاه فبيقول له اصحابه خلاص خلينا ننسى الموضوع، هو شكله مش عايز يزعجنا بس. صاحبه بيقول له وهو متضايق احنا فعلا هنسيبه ونمشي؟ بيرد عليه قائده وبيقول له مش هنعرف نعمل معاه حاجه خصوصا بعد ما اكتشف امرنا، كل اللي هيحصل هو اننا هنصنع عدو جديد بدون اي سبب، المهمه فشلت خلاص، ما كانش المفروض نعبث مع الشخص ده من الاول، من الواضح ان معاه فلوس ومهارات كفايه تخليه يقدر يروض 3 وحوش وهو بالسن ده، والاسوأ من كده ان الوحش بتاعي كان منزعج جدا من الوحش صاحب الرداء الاسود، وحدس وحشي كان انقذني مرات كتيره فمش عايز اذيه، خلونا نمشي دلوقتي محدش عارف الوحوش اللي ممكن نقابلها في طريقنا هتبقى عامله ازاي، هنرجع مره تانية لما الشخص ده يمشي ونشوف لو في حاجه ممكن ناخدها. جاوبينج بيبقى باصص عليهم وهم ماشيين وبيتساءل اذا كانوا فعلا هيهاجموه لو دمبي ما كانش اكتشف امر الشخص المختبئ، بس بيبقى عنده سؤال اهم من ده وهو اذا كانوا عملوا كده هل كان هيقدر يقضي عليهم بشكل مباشر؟ بنروح بعدها بعد ساعتين من الوقت ده وبيكون جاوبينج قدر يجمع كيلو جرام كامل تقريبا من بلوره الشجره، فبيندع على دازي عشان تيجي وبيروح ماسكها من قرونها الكهربائيه واخد العصايه اللي سلي جابها له وده عشان يحطها عليها ويخليها تولع. بيرمي بعدها العصايه في المكان اللي كان فيه وبيولع فيه كله وبيقول لنفسه قبل وقوع الكارثه كان اشعال النار في الغابه جريمه لكنها دلوقتي اتلغت، والمقاومه اللي بقت بتمتلكها النباتات في الوقت الحالي بقت اكتر من اللي كانت عليها في السابق، فمن المستحيل اشعال زي ده يعمل حريق كبير في الغابه، الاشعال ده هيكون كافي بس للتخلص من الاثر. وقتها افراد العصابه بيبقوا واقفين فوق وبيشوف واحد منهم الحريق اللي حصل فبيروحوا كلهم باصين عليه وبيقولوا الشخص ده ماكر فعلا، شكله كان خايف اننا نكتشف حاجه لما نرجع، وواحد فيهم بيطلب من القائد انهم يروحوا دلوقتي لكن القائد بيوقفه وبيقول له مفيش داعي لده لان مفيش اختلاف بيننا وبين الشخص اللي هناك، عشان لو كان معاه كنوز كتير وواضحه كنا ممكن نخاطر بحياتنا عشان ناخدها وبعدها كنا هنتخلص من اثاره زي ما حصل دلوقتي، بس ببساطه كده احنا مش هنقدر نتحمل الخسائر بما ان الفوائد مش هتكون كبيره فخلونا ننسى امره. بيتصل بعدها بشخص وبيقول له عرف الدكتور جيانج ان المهمه اكتملت وانا بعت لكم صور للوحوش اللي بيملكها الهدف. بيشكر الشخص المتحدث معاه وبيقول له المكافاه اتبعتت لك خلاص، وبيروح له الدكتور جيانج وبيقول له شكلهم ما حاولوش يتقدموا اكتر من كده، مهمه الاستطلاع شكلها فشلت المره دي. بيبتسم دكتور جيانج وبيقول له مفيش مشكله احنا مجهزين دلوقتي الخطوه الثانيه لخطتنا. بيبتسم اكتر بعدها وبيقول جيهانو حفيدك وقريبك الوحيد قدرت الاقيه خلاص. في الناحيه الثانيه وبالتحديد في الوقت اللي وصل فيه جاوبينج للبيت بيبص قدامه وبيلاحظ ان معدل نمو ستيربي بقى سريع جدا لان مش مستواه اللي زاد بس بل حجمه بقى اكبر من مكان عليه وعشان كده بقى بياكل بكميات كبيره. بيروح جاوبينج وبيمسك الجلد اللي وقع على الارض وبيقول ما كنتش اتوقع انه هينكسر بسهوله لان في الروايات كان بيتقال ان جلود الحيوانات بتمتلك قوه سحريه بس ده شكله ما طلعش حقيقي. بيقرب من ستيربي بعدها وبيقول له كمل انت اكل لان هيبقى احسن لك لو قعدت تاكل وبقيت بدين عشان لما تبقى بدين كفايه هنقوم بطهيك على طول. ستيربي بيخاف منه وبيوقف اكل اول ما بيسمع كده وجاوبينج بيقول له ده لصالحك عشان لما تقلل النوع ده من الاكل صحتك هتكون افضل. بيفكر جاوبينج مع نفسه بعدها وبيقول بما اننا جمعنا جوهره خشب الفضاء فاحنا كده جمعنا كل المواد اللازمه لتطوير سلاي، بس بالرغم من ده احنا مش هنقدر نجهزها زي ما احنا عايزين لان سلاي بنيته ضعيفه ومش هيتحمل الضغط اللي هيحصل فلازم نعمل له اعداد خاص. بعد فتره ولما بيجي الليل بيروح لوكاله ترويض الوحوش وبيعمل تسجيل دخول عشان يفتح الباب وبيدخل للمكان. بيوصل جوه وبيلاقي شوان مشت فبيقول كويس محدش هيزعجني كده وبيقول المكونات نادره المره دي ووفقا لصيغتها فلازم معالجتها تكون بشكل جيد عن طريق التبريد والاحتراق بدرجه حراره عاليه وبعدها اكسدتها باستخدام حمض قوي، وفعلا بيبدا يعمل في المكونات زي ما قال لحد ما بينجح في انه يعمل المخلوط اللازم وبيحط بعدها السائل الناتج عن ده في حوض ميه. سلي لما بيشم ريحته بيبقى متجنن وبنكون معتبره زيه زي العصير بالظبط وجاوبينج هنا بيطلب منه انه يدخل للحوض لكنه ما بيلحقش يخلص كلامه وسلي بيطير وبينط جوه الحوض. واول ما بينزل جاوبينج بيلاحظ فجاه ان لونه عمال بيتغير للون الاخضر وبيقول اللون ده كده شكله
شكله مش هيبقى مناسب خالص، لان سلاي متعود دايما انه بيقعد على راسي. شكلي كان قرار غلط لما اخترت مسار التدريب ده. وقتها بيكون خلاص اكتمل التطوير، وجاوبنج بيبقى باصص على سلاي عشان يشوف المتطلبات اللي هيحتاجها للتطوير للنوع اللي بعده. فبيلاقي ان المتطلبات اللازمه لتطويره النوع الملحمي نادره جدا، وكمان بيلاقي انه هيحتاج ماده اسمها رماد الفضاء السحري، ودي اللي ما يعرفش عنها اي حاجه. فبيقول بعدها شكل سلاي هيقعد كتير في النوع المثالي. لكن الجانب المشرق في الموضوع ان قوه جاوبنج الروحيه كانت زادت بشكل كبير جدا بعد التطوير ده. فبيقول بالرغم من ان الطريق لسه طويل لانشاء عقد مع دمبي، بس انا هتمكن من ده قريب لو بذلت مجهود كبير. في اللحظه دي سلاي بيشوف جاوبنج وبيبقى رايح جري عليه عشان يحاول يلبس في راسه، وجاوبنج بيبقى بيحاول يبعده باي طريقه، لكنه في الاخر بيستسلم للامر الواقع وبيسيبه. وهنا بيرن الموبايل الخاص بيه. بيفتح جاوبنج الموبايل وبيلاقي ان دي شركه البناء اللي كانت العمه تونجا قايله له عليها، بس بيستغرب انهم بيتصلوا بيه في الوقت المتاخر ده، خصوصا ان المفروض تفاصيل العمل تكون خلصت. بيرد على المكالمه وبيلاقي مدير الشركه بيساله لو معاه وقت، وبيقول له احنا واجهنا مشاكل في التنظيف، عشان كده هنحتاج منك انك تيجي وتشوف بنفسك. جاوبنج بيرد عليه وبيقول له مشاكل ايه بالظبط. بيقول له الرئيس احنا لقينا بعض النباتات في المكان، ودي اللي بتعيق اعمال الصيانه بتاعتنا، فعشان كده مستحيل نقدر نكمل العمل وهي موجوده، ولازم نتخلص منها دلوقتي. وكمان هنحتاج اننا نزيل جزء من المبنى، وده لازم تكون موجود فيه. جاوبنج بيسمع كلامه وبيوافق انه يروح ويشوف، والرئيس بيقول له كويس جدا، العمال كلهم في انتظارك دلوقتي في الموقع، فيا ريت تيجي بسرعه. جاوبنج اول ما بيسمعه بيقول كده بيقف ثانيه، وبيقول له ازاي كل العمال في انتظاري في الوقت ده زي ما انت قلت؟ هو معقوله كلهم بيشتغلوا ساعات اضافيه عشاني وبدون اجر اضافي كمان؟ الرئيس بيرد عليه وبنعرف هنا انه تحت تهديد مجموعه من الاشخاص، وبيقول له ايوه كل العمال بانتظارك، لان المساله دي بتتعلق بشركتنا، فيا ريت تيجي بسرعه. جاوبنج بيقول له تمام هاجي دلوقتي، وبيقفل معاه الخط. وفي الناحيه التانيه عند المدير، الشخص اللي كان مهدده بيمسكه من راسه وبيقول له عمل جيد، ابنك هيتناول مشروب الدجاج المشوي النهارده. جاوبنج بيبقى واقف بعد ما خلص مكالمه مع الرئيس، وبيقول كلامه شكله مريب جدا، بس المشكله اني مش عارف اوصل للعمه تونج، انا لازم دلوقتي اجيب دمبي ودازي من باب الاحتياط. وبيجري هو وسلي عشان يلحقوا يوصلوا. بعد نص ساعه الرئيس بيكون لسه مرمي على الارض، وقائد العصابه والحراس اللي معاه بيبداوا يتكلموا. فبيقول واحد فيهم ليه كل ده جاوبنج ما جاش لحد دلوقتي؟ شكلي في حاجه غريبه. بيرد عليه الرئيس وبيقول له خليك صبور، مفيش مشكله لو اتاخر شويه، لان احنا لسه محتاجين نقابل افراد مجموعه جي هانو. وفي الحقيقه انا ما كنتش عايز استعمل الاساليب العنيفه دي، لان احنا شعب متحضر بعد كل حاجه، بس الفكره ان مفيش اي شخص في المجموعه بتاعتنا كان متوقع ان جي هانو عنده حفيد على قيد الحياه، ولو المعلومات السريه دي ما كانتش جات لي عمري ما كنت هعرف ان عنده حفيد. بيرد الحارس اللي معاه على كلامه وبيقول له لو انتشرت اخبار عن وجود حفيد لجي هانو فهيتحرك ناس كتير في الخفاء عشان يتخلصوا من التهديد ده. والرئيس بيقول له جي هانو ما عندوش اي عيله وهيكبر في النهايه، بس حفيده صغير جدا، ومع ازدياد الثروه فبقت مجموعه السماء الجنوبيه منظمه ضخمه جدا، وفيها العديد من القوات عاليه المستوى، وكل شخص هناك عنده افكاره الخاصه. الحارس هنا بيفهم كلامه وبيقول له انت تقصد بده ان لازم نقتل جاوبنج؟ طب لو هنعمل كده فلازم نقتله على طول، احنا ليه بنضيع وقت؟ بيرد عليه الرئيس وهو بيكب العصير اللي معاه، وبيقول له جي هانو بذل مجهود كبير عشان يخفي سر ان عنده حفيد، واكيد مخلي ناس تحمي حفيده ده، فلو اتحركنا ممكن يقع مشاكل مع الناس دي، وكده هنلفت انتباه جي هانو. وبعدين مين قال ان انا عايز اقتل حفيده؟ انا بس عايز استفيد منه عشان اقدر اتفاوض مع جده. وبعدين انت فاكر اصلا اننا عندنا المؤهلات في اننا نستحوذ على مجموعة السماء الجنوبية؟ احنا هنواجه غضب جي هانو ومجموعته لو قتلنا حفيده، وفي النهاية المستفيد الوحيد هم الاشخاص اللي عندهم المؤهلات على المنافسة في مكانة المجموعة. بيكمل كلامه معاه وبيقول له معاهد البحث اللي بشتغل فيها ما تعتبرش من المؤسسات الرئيسية لمجموعة السماء الجنوبية، وهناك في اكتر من 30 شخص في نفس مستوايا، ده بالاضافة لوجود العديد من المؤسسات الامنية الكبرى بجانب مؤسسات البحث. يعني من الاخر كده حتى لو مات الوريث الوحيد لمجموعة السماء الجنوبية فهيبقى المنصب ده صعب الوصول ليه بالنسبة لي. ليه ممكن ألوث إيدي في حين إن ممكن أستفيد أكتر بالتخريب؟ لأن في النهاية جاوبنج هو الأمير اللي هيرث العرش في المستقبل. استنى بس أقوم بتوسيع مختبري ووقتها مش هيتم رفض انضمامي. بيبص بعدها في الساعة وبيقول ده شكل وقت وصول مجموعة جي هانو، وبيطلب من الحارس إنه يقعد ويراقب السيد ليه. السيد ليه بيبقى قاعد ومتوتر وبيقول له أنت قلت إنك مش هتأذيني. بيرد عليه الرئيس وهو ماسك فراشته وبيقول له ما تخلكش متوتر كده،
كده، انا باحث محترم ومش زي الناس الهمجيين دول. وبيسيب فراشته تطير عشان تطلع دخان، واللي بيعدي على السيد ليه ويخليه يغمى عليه على طول. الرئيس بيبص عليه وبيقول له انت شكلك هتحتاج شويه، لان انت مش هينفع تدخل في الاحداث اللي هتحصل. فجاه في وسط كلامه بيلاقوا عاصفه قدامهم، فبيبصوا بسرعه عشان يشوفوا في ايه، وبيلاقوا ان في شخص جاي لهم على الحيوان بتاعه. بنروح بعدها في الوقت ده عند منطقه تشانجان العسكريه، وبنلاقي طائر العنقاء نايم هناك، لكنه بيقوم بسرعه من نومه وهو متعصب وبيصرخ صرخه قويه بتسبب خروج شعاع من حواليه. الحراس بيشوفوه وبيتساءل واحد فيهم عن اللي حصل، وبيقول هو ممكن يكون القرد خرج من غابه الجمره المظلمه. بس بيرد عليه التاني وبيقول له لا، شكل طائر العنقاء اكتشف حاجه، خلينا نروح نتحقق بنفسنا. وهنا بيجي رئيسهم وبيقول لهم مفيش داعي لده، فدي مجموعه السماء الجنوبيه، مفيش داعي انكم تقلقوا، اطلقوا التنبيهات كالمعتاد وخلاص. بيسمع الحراس كلامه، والرئيس بيقول شكل في عاصفه قويه قادمه. تانية بيبقى جد جاوبنج جي هان ووصل هناك مع تنين وهو في قمه غضبه، وبيقضي على مجموعه من الاشخاص اللي بيشوفهم من المجموعه دي. وبيقول لرئيسهم بخصوص جاوبنج مين اللي قالك عن المعلومات اللي انت عارفها. الرئيس بيبقى قاعد قدامه وبيبتسم وبيقول لجي هانو انا ما عرفتش اي حد بموضوع جاوبنج لسه، فما تقلقش، بس انا مجهز برنامج، والبرنامج ده هيشتغل في وقت معين وهيبعت معلومات بجاوبنج لكل الموظفين في المجموعه، وده طبعا هيحصل لو انا ما لغيتش تفعيله في الوقت المناسب. جد جاوبنج بيبص له بنظره حاده وبيقول له خلاص انسى الموضوع، طالما انت مش عايز تقول مين اللي قالك فانا مش هجبرك على ده. الرئيس هنا بيخاف من نظره الجد دي وبيقول له خلاص هقول لك مين اللي قال، السكرتير له هو اللي كان قايل لي كده، انا ما كنتش بفكر في ايذاء جاوبنج، بس كل اللي كنت محتاجه هو شويه فلوس بس، لاني هقدر احقق فوائد هايله لمجموعه السماء الجنوبيه طالما هيبقى في اموال كافيه. جد جاوبنج بيسيبه وبيمشي وبيقول له انا هسيب لك وداع يليق بيك على الشغل اللي كنت بتعمله في الماضي. رئيس المجموعه بيبقى خايف وبيحاول يطلب منه فرصه اخيره، لكن ده ما بيحصلش، وتنين الجد بيكون خلاص هجم عليه. جد جاوبنج بيمشي بعدها وبيقول له انا جي هانو يا غبي، عمر ما حد يقدر يقوم بتهديدي. وبيتصل بساعته على واحد من الاشخاص اللي شغالين عنده وبيقول له اتحقق من امر جيانج يي لونج، عشان هو كان قام بعمل برنامج مؤقت، دمره لو عرفت تلاقيه، ولو ما عرفتش فعرفني. بيقفل معاه الخط وبيقول جاوبنج هو الوريث الوحيد لمجموعه السماء الجنوبيه، ودي حقيقه مش من الممكن انها تتغير. وبيروح ماشي وهو بيقول قد ايه ان هو بيحب العالم البسيط اللي عايش فيه. ووقتها بيجي شخص جنبه وبيقول له معلمي. بيرد عليه الجد وبيشكره على العمل الشاق طول الفتره دي، وبيتضح ان دي العمه تونج. وبيقول لها في الوقت اللي انا رجعت فيه من الخارج ما كنتش قادر اسيطر بالكامل على المجموعه، ولما جت اخبار مقتل والدي جاوبنج اضطريت ان ابعت شخص عشان يتخلص من الادله، وده على امل انه يكبر بسلام. ومع ان الوضع في المجموعه بقى مستقر، بس انا ما استعجلتش ان اجيب جاوبنج هنا، فاسلوب التجول الحر اللي هو ماشي بيه هيثقل مهارته اكتر وقدرته، وفعلا مهاراته دلوقتي فقط توقعاتي. بيسيبها بعدها وبيروح لتنينو وبيقول لها انا عندي شغل دلوقتي، عشان كده هسيب مهمه تنظيف المكان ليكي. العمه تونج بترد عليه وبتقول له طب مش حابب انك تشوف جاوبنج؟ بيرد عليها الجد وبيقول لها لسه ما جاش الوقت المناسب ان يحصل ده، جاوبنج دلوقتي اغلى من اي حاجه تانية. بنتوجه في الوقت ده ناحيه جاوبنج واللي بيكون وصل للمكان، وبيتساءل لو كان حصل حاجه، لان المدير ليه والعاملين مش قادر انه يتواصل معاهم. بينتبه بعدها لشقوق في الارض وبيقول دي شكلها علامات مخالب. وهنا بتيجي العمه تونج من وراه وبتقول له شكلي كنت بقلل من تقديرك. جاوبنج بيلتفت وبيقول مين اللي بيتكلم، فبتقول له العمه تونج انا، ما تقلقش. بيطمن جاوبنج وبيقول لها طلعت انتي، عشان كده سليم ما نبهنيش ان في خطر. بتبص له العمه تونج وبتقول له ليه تعبيرات وشك مثيره للاشمئزاز كده، وكمان بعد كده ابقى جهز وضعك الدفاعي في المواقف دي، عشان انت مش هتبقى عارف الشخص اللي هتقابله ده هيكون صديق ولا عدو. بيرد عليها جاوبنج وبيقول لها لو انا هشك فيك انت كمان فكده مش هيبقى في شخص اقدر اثق فيه في العالم ده، ما تنسيش اني يتيم. العمه تونج بتقول له الكلام ده مش صح، انت مش يتيم لان جدك لسه على قيد الحياه. جاوبنج بينصدم اول ما بيسمع ده وما بيبقاش مصدق، وهي بتبدا تحكي له القصه من الاول وبتقول له جدك كان عالق في جزيره اجنبيه لما حصلت الكارثه، وعلق معاه اكتر مساعديه الموثوقين برضه. الجزيره دي كانت استوائيه ومحاطه بالمحيط من كل الاتجاهات، ويقدر اللي يشوفها من بعيد يعرف مدى الصعوبه اللي موجوده فيها، فالبراري اللي احنا بنشوفها في المدينه صعبه، فما بالك اللي بتكون موجوده في الجزيره. وكمان ما تنساش ان هناك مفيش جيش، ومع ذلك وبرغم الصعوبات فجدك ما انتهاش بيه الامر هناك وحصل على فرصه تانية للحياه. جدك كان دايما بيعتمد على ارادته القويه عشان يفضل عايش، وفي الاثناء اللي كان موجود فيها داخل الجزيره كان دايما بيدرب وحشه باستمرار. جاوبنج بيبقى قاعد بيسمع ليها وهو منذهل من كلامها، وهي بتكمل كلام وبتقول له جدك مهتم بيك جدا وخلاني اوعده ان اقوم برعايتك واحميك، وبخصوص انه يجي ويشوفك فهو عنده اسباب ما خلتهوش يعمل كده. بيرد عليها جاوبنج وبيقول لها انا عارف ده جدي وانا عارفه اكتر من اي حد، اكيد هو عارف ان الوضع حواليه مش امن، فكان اللي احسن انه يسيبني متخبي، هو عايز انه يختبرني دلوقتي وبيأمل
اني انمو بمفردي في اسرع وقت ممكن. ما تقلقيش، هو كل عيلتي وانا عمري ما هسيء فهمه او اتضايق لانه ما جاش يشوفني. بيتحمس بعدها بخصوص جده وبيبدا يسال العمه تونج عن نوع وحشه ومستواه. بترد عليه العمه تونج وبتقول له هتكتشف كل حاجه في المستقبل بنفسك. وقتها الجد بيبقى طاير على التنين بتاعه وشايف جاوبنج من فوق وبيقول له انت اكيد فاهمني مش كده؟ استنى بس لما يجي الوقت المناسب. بنروح بعدها لتاني يوم قدام المدرسه وبنشوف ناس واقفه ومتجمعه حوالين حاجه وجاوبنج واقف وراهم. فبيروح عشان يشوف ايه اللي حصل وبيلاقي ان في شاب واقع على الارض. فبيسال الموجودين اذا كان هو اللي وقع واذى نفسه. بترد عليه واحده وبتقول له لا مش ده اللي حصل، لان اللي حصل انه تعرض للهجوم من قبل متدرب عسكري لترويض الوحوش. سمعت انهم ما كانوش على وفاق في الاول وواحد فيهم بقى متدرب عسكري، والنهارده الصبح حصل خلاف لفظي ما بينهم فقام المتدرب العسكري باستخدام وحشه عليه وكان قرب ان هو يموته. في الوقت ده بيبقى في طالبين واقفين ورا جاوبنج والبت دي وبيقول واحد فيهم مش حاجه حلوه انك تكون متدرب عسكري زي ما انت شايف. فبيرد عليه التاني وبيقول له اسكت انت كده هتتضرب انت كمان. بتكمل البت دي كلامها وبتقول في الحقيقه ان المتدرب اللي هاجم عليه ده كان دايما بيتعرض للمضايقه بسبب ضعف شخصيته، والمضايقه دي كانت بتيجي من الطالب اللي هيروح المستشفى دلوقتي. الطلاب كلها بعد الموضوع ده بيبداوا يتناقشوا بخصوص اللي حصل وهم مذعورين من العنف اللي بيحصل داخل المدرسه. وجاوبنج بيبقى ماشي وسايبهم وبيقول لنفسه يا ترى ايه ممكن تكون موقف الجيش والمدرسه من اللي حصل ده؟ هل ممكن ينتقلوا لساحه تدريب خارج المدرسه؟ في الوقت ده بيبقى مدير المدرسه قاعد بيزعق لقائد الجيش بخصوص اللي حصل وبيقول له المدرسه كانت منع الطلاب من حمل السكاكين والادوات الحاده، والوحوش الموجوده اخطر بكتير من السكاكين دي، ولو استمر امر التدريب في المدرسه فعمر ما هيكون في سلام هنا، وبرضه مش هيبقى في عدل للطلاب اللي ما بيمتلكوش وحوش. القائد بيرد عليه وبيطلب منه انه يهدى وبيقول له احنا مش عايزين ده يحصل. بيهدى المدير فعلا وبيتاسف له وبيقول له انا فقدت اعصابي بس لاني قلقان بشان سلامه الطلاب. القائد بيقول له انا متفهم ده، وبخصوص اقتراحك فانا هاخده بجديه وهوصله للجهات العليا، انا ما اقدرش اضمن النتيجه. بيمشي بعدها وهو خارج من الباب وبيقول له مفيش مكان امن دلوقتي وكل اللي في ايدينا نعمله هو اننا نمنع حدوث حاجات زي دي باستخدام القانون. بيروح بعدها القائد لمنطقة تشانان العسكرية وبيتكلم مع رئيسه وبيقول له اللي انت طلبته حصل. بيرد عليه الرئيس وبيقول له اكيد، لان المدرسة لازم تكون مكان للدراسة بس، لكن الكلام ده كان في الماضي عشان دلوقتي حصل اكتر من 300 حادث اصابة للبشر من الوحوش في المدينة، وكانت معظم الحوادث دي مميتة نظرا لقوة الوحوش. اللي حصل ده ما كانتش مجرد حادثة جنائية عابرة، احنا هنا عندنا اقل معدل جريمة والبلاد في الغرب بتمتلك معدل اعلى، فعشان كده الشرطة بقت مرهقة تماما وكل اعتمادها دلوقتي بقى على سكان المدينة الأقوياء للمساعدة في الحفاظ على السلام. بيستمع القائد لكلامه وبيقول له هو حزين تمام، والرئيس بيقول له أنا فاهم أنت حاسس بإيه دلوقتي، ما تقلقش هينتقلوا قريب، وحكومة الحلفاء العالمية مش هيسيبوا الأوضاع تتدهور أكتر من كده، احنا بس محتاجين ناخد تدابير خاصة، مهمتنا لسه صعبة جدا. بعد فترة بنروح لساحة تدريب المدرسة والمدرب بيتكلم مع المجموعة اللي قدامه وبيقول لهم انتوا فاكرين ان انتوا اتحسنتوا كتير مش كده؟ انتوا لحد دلوقتي ما قدرتوش تقتلوا عدد كبير من الوحوش لسه، وبالرغم من ده فانتوا بدأتوا انكم تتنمروا على الطلاب التانيين. جاوبنج بيبقى واقف وسط المجموعة والمدرب بيكمل كلامه وبيقول عشان كده من بكرة هيتم منع جميع الوحوش من دخول المدرسة، وهنقوم ببناء بوابة كبيرة بجانب ملعب التدريب خارج المدرسة عشان الوحوش تقعد فيها. سلي في الوقت ده بيبقى مع جاوبنج ومش عايز يسيبه بأي طريقة، بس جاوبنج بيشيله وبيحاول يخوفه وبيقول له أنا سمعت إن شوربة أناديل البحر لذيذة جدا. هنا سلي بيخاف وبيروح مطلع من مساحة التخزين عصير الفواكه الخاص بيه، وفي الوقت ده المدرب بيطلب من الجميع الانتباه وبيقول لهم امتحان القبول في الكلية هيبدأ بعد شهرين، وهتأثر نتائج الشهرين التانيين من التدريب على نتائجكم النهائية. لا وكمان هتحدد النتيجة دي، حاولوا انكم تركزوا على النتائج لانها مهمة، وده عشان الحكومة والشركات الكبرى بيهتموا اكتر بالطلاب اللي بيجيبوا درجة ممتازة، وكمان الطلاب اللي عندهم مواهب هيحظوا بتدريب خاص ومكثف مختلف تماما عن التدريب اللي هيحصل عليه الطلاب العاديين. بيفتح بعدها الشاشة اللي وراه وبيقول لهم شوفوا بنفسكم، المجموعة الأولى هنا تم إلغاء امتحان القبول الخاص بيها لمتدربي ترويض الوحوش العسكريين، ووفقا لما ذكر فالامتحان هيكون من 3 جولات. الجولة الأولى هتبقى عبارة عن امتحان موحد في جميع أنحاء البلاد وهتقوم فيه بقيادة وحشك للتحدي، وبالنسبة للوضع في الجولة دي فهيكون كالتالي: تقدر تختار نوع ومستوى الوحش بس التوزيع هيكون عشوائي، وما تقدرش انك تختار وحش عنده خصائص مميزة عن الوحش اللي انت بتواجهه، ولو حصل العكس وانت اللي واجهت وحش عنده خصائص مميزة عن وحشك فهيبقى قدامك فرصة واحدة في انك تقوم بتغيير وحشك المستخدم في المعركة، وهنا هتاخدوا مكافأة بنسبة 10% لو قدرتوا انكم تهزموا الوحوش دي. وبالنسبة للنقاط الأساسية الممنوحة فهتكون كالتالي:
وحوش النوع العادي 10 نقاط، والنخبة 50 نقطة، أما نوع القائد فهيكون 500 نقطة. وبناء على ده فوحوش النوع الممتاز هتاخد زيادة 50%، والنوع المثالي هياخد زيادة 100%. وتاني حاجة في المعركة ما تقدرش تتجاوز عدد الوحوش اللي هيتحدد بناء على صاحب الوحوش الأقل، يعني ما ينفعش واحد يكون عنده 3 وحوش والتاني 5 مثلا، لأن في الحالة دي الشخص صاحب ال5 وحوش هيضطر يستخدم 3 وحوش شبه الشخص التاني. الجولة دي ممكن تكون خط النهاية بالنسبة لكم، والطلاب المتفوقين بس هم اللي هيقدروا يجتازوها ويوصلوا للجولة اللي بعدها. وهناك في الجولة التانية دي فهيكون فيها مهمة قتالية حقيقية، وهي النجاة داخل البرية، والجولات كلها هيتم بثها بشكل مباشر في العالم، وهنعلن عن القواعد بتاعتها بعد انتهاء الجولة الأولى في الامتحان. تقدروا انكم تلتحقوا بجامعة مرموقة لو قدرتوا انكم تستوفوا شروط الجولة التانية. وبالنسبة بقى للجولة التالتة والأخيرة فدي هيتم إعلامكم بيها بعد الوصول للجولة التانية. بينهي المدرب كلامه معاهم وبيطلب منهم انهم يحاولوا يتفهموا الوضع الحالي في المدينة عشان الوضع مبقاش في سلام زي زمان. جاوبينج بعد ما بيسمع الكلام ده بيقول انا شايف ان اقدر اشارك في الامتحان السنة دي، مع اني لسه في الصف التاني، بس بفضل المهارات اللي عندي هيكون الوضع سهل، ولازم اطور استربي للنوع المثالي في اسرع وقت ممكن. بعد فترة من الوقت المدرب بيكون جاب قفص فيه وحش جرات الاوراق المميتة، وبيقول للطلاب وفقا على طلبكم المتكرر فانا جبت لكم الوحش ده، مين حابب انه يبدأ في مواجهته؟ جاوبينج بيشوف بيانات وحش الجراد وبيقول لنفسه استربي دلوقتي وصل للمستوى العاشر، ومفيش فرق بينه وبين الوحش ده، يعني ده اكيد هو الخصم المثالي ليه. وبالاضافه لده فالجراد هو فريسة العناكب المفضله، يعني الافضليه هتكون لاستربي. بيبص بعدها ناحيه استربي عشان ياخده، لكنه بيلاحظ انه قلقان ومتوتر جدا، فبيقول لنفسه بعد ما بيشوفه في الوضع ده انه لازم يدربه باسرع وقت ممكن، وبيرفع ايده وبيطلب من المدرب ان هو اللي هيبدا. المدرب بيلاحظ انه عمل كده عشان عايز يطور وحشه الجديد، فبيقول له ان في العاده المدربين بيبذلوا كل مجهودهم على وحش واحد من اللي معاهم عشان يوصلوه لمستوى القائد باسرع وقت، وانت واحد من الطلاب المتفوقين هنا، وفكره انك تدرب اكتر من وحش في نفس الوقت مش فكره كويسه خالص، لان بسببها انت هتضيع وقت ومجهود كبير، ودي مش حاجه كويسه في الفتره اللي قبل الاختبار. لو عايز نصيحتي فاحسن حاجه ليك هي انك تدرب وحش واحد لحد ما توصله لنوع القائد عشان تاخد نقاط اكبر في المسابقه. بيشكره جاوبينج على كلامه ده، وبيقول له انا خططت ادرب وحوشي بدقه عاليه، فاللي بتقوله ده مش هيسبب لي مشاكل دلوقتي. لكن جاوبينج بيقول لنفسه وقتها انا عارف هو قصده ايه، وفعلا كلامه صح، بس اكيد ما اعرفش اقول له ان اقدر اطور وحوشي بسهوله بسبب النظام اللي عندي. وقتها ستيربي بيبقى دخل لقفص الجراد، وجاوبينج بيبقى قاعد عمال بيشجعه، بس الحقيقه ان ستيربي كان خايف من الجراد اللي موجود في القفص، وده اللي خلى واحد من الطلاب يسأل جاوبينج عن السبب اللي مخلي ستيربي يبقى بالشكل ده، والتاني بيقول له شكلي هضطر استخدم تيدي عشان اتدخل انا في القتال. جاوبينج ما بيبقاش مركز في كلامهم وبيفكر مع نفسه وبيقول انا دلوقتي عندي وحشين، واحد عدواني واللي هو دازي، والتاني جبان وده هو ستيربي، بس ده فعلا تطابق جيد. وهنا بيفهم اخيرا الكلام اللي كان قاله المدرب قبل كده عن اختلاف شخصيات الوحوش، وبيقول ان معركة دازي الاولى كانت موضحة قد ايه هو شرس وعدواني، اما معركة ستيربي الحالية فهي بس مبينة مدى خوفه وارتباكه، ولو كان في مكان يقدر يتخبى فيه غير القفص اكيد كان عمل كده. بيبدأ يقلق على ستيربي لما بيفهم ده، وبيقول له لو انت عايز تنمو فعلا لازم انك تجرب القتال وما تقفش كده. وقتها بيبقى جراد الاوراق المميتة بدأ انه يتحرك ناحية ستيربي، وفعلا بيقدر انه يمسكه برجله وبيطير بيه في الهواء. جاوبينج هنا بيبدأ يقلق وبيقول ما كنتش متوقع ده، الجراد بيحاول انه يقاتل في الهواء كده اكيد هيبقى عنده افضلية، بس ستيربي في الناحية التانية ما بيسمحش ان تتم السيطرة عليه، وبيطلع خيوط من بقه بيقدر بيها انه يوقف هجوم الجراد ويثبته في مكانه في الارض. بس برضه بنرجع لنفس المشكلة، وستيربي بيبقى واقف في مكانه وخايف من الجراد، واللي بيقوم بشكل مفاجئ بالخروج من شبكة ستيربي وبيتوجه ناحيته عشان يهاجمه. في الوقت ده بتيجي واحدة جنب جاوبينج وبتقول له عنكبوتك الصغير ده قوي فعلا، قدر انه يوقف هجوم الجراد، بس جاوبينج بيقول لها لا، دي كانت اكتر فرصة مناسبة للهجوم، لكنه فضل مشغول بالدفاع بدل ما يعمل كده. وعلى الرغم ان النوع ده من الجراد متحول وبيستخدم هجوم مختلف، بس الهجوم ده مش قادر بيه انه يأذي ستيربي، يعني ده معناه ان ستيربي اقوى منه بكتير. بيقرب جاوبينج اكتر من القفص وبينده على وحشه وبيقول له قوم بالهجوم دلوقتي. ستيربي بيرد عليه وهو تحت هجوم الجراد وبيقول له انا خايف اعمل كده، فبيقول له جاوبينج
جاوبنج بكل ثقة ما تخافش انت اقوى منه، روح اتسلق القفص واهجم عليه. ستيربي بيبقى مرعوب برضه وبيقول له تسلق القفص شيء صعب جدا. جاوبنج هنا بيتعصب عليه وبيقول له مش المفروض انك انت عنكبوت؟ ازاي بتقول ان تسلق القفص شيء صعب؟ انت اكيد اضعف وحش دربته من الوحوش اللي عندي. بيهدى جاوبنج بعدها وبيقول لنفسه مش مهم، كل ده كان جشع مني، تدريب الوحوش مش من الامور السهله، وستيربي وحش دفاعي وما بيعتمدش على الهجوم، فما فيش مشكله لو دربت دفاعاته بس بما انه غير مستعد للهجوم دلوقتي. بيروح بعدها عنده وبيطلب منه انه يطلع من القفص ويوقف المعركه، وبيقول له طالما انت مش عايز تهاجم فهيبقى احسن ليك انك تنسحب وتطلع. ستيربي بيبقى قاعد بيفكر في الجده العجوز وبيقول الجده العجوز رحلت وانا دلوقتي خايف وبقيت لوحدي، وسيدي الجديد مش سعيد باللي بيحصل، شكله هيتم التخلي عني مره تانية، انا مش عايز ابقى لوحدي تاني. وبيروح طالع فوق القفص على طول وهو في قمه غضبه، وبينزل مهاجم على الجراد بضربه واحده بيقدر ان هو يوقعه على الارض. موتونج وبقيه الطلاب اللي مع جاوبنج بيكونوا فرحانين بده، لكن جاوبنج بيقول استنوا لحظه حالته شكلها مش كويس، وبيشوف في بيانات النظام ان ستيربي دلوقتي خرج عن السيطره وبقى في حاله عدوانيه، وبيقول له النظام ان في الحاله دي بيتم تحسين جميع قدرات الوحش ورغبته في القتال بتزيد بشكل كبير جدا، لكن لو فضل وقت كبير في الحاله دي فممكن يسبب ضرر نهائي للوحش. وفعلا ستيربي بيبقى في حاله جنونيه ومكمل هجوم على الجراد بشباكه لحد ما بيقدر انه يكتفه تماما وبيروح بكل قوته عشان يقضي عليه. بس هنا جاوبنج بيتدخل في الوقت المناسب وبيمسكه قبل ما يعمل حاجه وبيقول له كفايه كده، انت قمت بعمل جيد وانا بعتذر لك على الكلام اللي قلته لك من شويه. ستيربي بيبص له وهو لسه في وضعه ده وبيقول له كنت عايز تتخلى عني وانت غاضب من اللي حصل فانا لازم اقاتل دلوقتي. جاوبنج بيبتسم له وبيقول له مفيش الكلام ده، انا مش هتخلى عنك ابدا، فانت وحشي وانا مروضك، احنا الاتنين شركاء ومفيش حد ممكن يتخلى عن شريكه. ستيربي بيرجع لحالته الطبيعيه وبيبص له وعيونه كلها دموع، وجاوبنج بيقعد يصالح فيه بعدها وبيحسس عليه. المدرب وقتها بيبقى واقف وراهم وباصص عليهم وبيفتكر لما جاوبنج كان بيزعق له عشان وحشه بقى مش في حاله طبيعيه ولازم انه ينقذه. بيقول لنفسه بعدها موضوع انك تتدخل في قتال بين وحشين ده موضوع خطر جدا، بس هو ما ترددش في كده، اكيد سبب تفوقه هنا عن الطلاب الباقيين هو انه ما بيهتمش بالمخاطر، هتبقى حاجه عظيمه لو شخص بالموهبه دي بقى واحد مننا فعلا. بنعدي بعدها الوقت لحد بعد اسبوع من اليوم ده، وجاوبنج بيبقى واقف في البيت وباصص لستيربي وبيلاحظ انه فقد جزء كبير من وزنه بعد اسبوع تدريب، وكمان ما بقاش بيخاف من القتالات زي زمان. جاوبنج بيتكلم بعدها وبيقول انه بقى بيستشير المدرب تشانج في وقت فراغه وبقى بيحاول يصنع اسلوب قتال خاص بيه بحيث ان يكون الهدف منه هو استنفاذ قدرة تحمل العدو وتجنب الانخراط في المعارك بشكل مباشر. بيكمل جاوبنج كلامه بيقول انا فكرت في حاجات كتير بعد فقدان ستيربي للسيطرة على نفسه في المعركة الأخيرة، المساعدة اللي بيقدمها ليا النظام عظيمة فعلا، بس لو اعتمدت عليها على طول في كل حاجة فهينتهي بيا الأمر في وضع صعب، وبغض النظر عن كل ده فأنا لسه عديم الخبرة ولازم أتقدم ببطء ومطلوبش النجاح الفوري. وبيروح بعدها بيمسك هيكل من الهياكل اللي بتقع من عنكبوته وبيقول شكل ده إهدار لأن سمعت إن هياكل العنكبوت الخارجية بتستخدم كدواء وكطعام، فخليني بعد كده أجرب أحطها مع البيض والدقيق والسكر وبعدها أقليها، أنا من السكان الأصليين هنا ومفيش حاجة ما أقدرش أكلها حتى لو كان فيها سم فدازي موجودة وهتحميني. بيعمل كده فعلا وبيحط المكونات على القطع اللي معاه وبيبدأ ياكلها وهو مستمتع بطعمها الرهيب، فبيروح واخد طبق وموديه عند ستيربي ودازي عشان ياكلوه، لكن ستيربي بيرفض إنه ياكله لأنه بيبقى حاسس إن الطعام ده مألوف بالنسبة له. جاوبنج بيروح معلق لبسه بعدها وبيقول لازم قوتي الروحية دلوقتي تكون أعلى بعد ارتفاع مستوى ستيربي، فبيقرر إنه هيحاول يصنع عقد مع دمبي مرة تانية. بيقرب من دمبي وبيبدأ يدخل في إجراءات صنع العقد ودمبي بيبقى متقبل ده ومستعد، والمرة دي أخيرا بيقدر إنه ينجح في إنه يعمل عقد معاه. بيفرح جاوبنج بنجاح العقد وبيقول قوتي الروحية بقت كافية أخيرا، فبيطلب من دمبي وهو مبتسم إن يفضلوا متعاونين مع بعض لبقية حياتهم. بيبص له دمبي وهو مبسوط بده. بعد فترة معينة الأتوبيس الخاص بالمدرسة بيكون متوجه لمركز التدريب وجاوبنج بيكون واحد من الطلاب اللي راكبين فيه، فبيقول لنفسه دلوقتي جه وقت تدريبنا التاني في البرية، المرة الأولى واجهنا الأناكوندا المخيفة وكمان ما كناش واخدين حذرنا هناك فده اللي خلانا نفضل صاحيين بقية الأيام، لكن المرة دي أنا معايا دازي ودمبي عشان أقدر أستكشف بشكل جيد. في الجهة التانية وفي نفس الأتوبيس بيبقى في مجموعة من الطلاب بيتكلموا إنهم لازم يمسكوا الشخص اللي قام بحبسهم المرة اللي فاتت داخل الكوخ، واللي من حسن حظهم كان في شخص تاني قام بفتحه
السطح وانقذهم، والا كانوا هيموتوا من الجوع. جاوبنج بيبقى قاعد ورا وسامع حوارهم ده، وبيقول عرفت هم قصدهم ايه، دول هم الاشخاص اللي انا قمت بحبسهم المره اللي فاتت. في اللحظه دي بيكونوا وصلوا خلاص لمركز التدريب، والحيوانات كلها بتبقى واقفه ومندهشه من دمبي ودازي اللي ماشيين في وسط المركز. وجاوبنج بيقول لنفسه على الرغم من ان مستوى دمبي مش اعلى حاجه، بس هالته الشبيهه بالملحميه دي كافيه لقمع اي وحش يشوفه. فبيروح طالب من دمبي وسط الناس انه يحاول يقلل من ظهوره شويه عشان الحيوانات ما تخافش. الطلاب التانيين بيكونوا سامعين كلامه ده وبيبقوا متضايقين من الغرور اللي هو فيه. بعد فترة بنروح لداخل الوادي، ودمبي بيبقى شايل جاوبنج ودازي وماشي بيهم. وبيقول جاوبنج وهو ماشي صحيح انا ما انضمتش لمجموعة موتونج المرة دي، بس هيبقى من السهل انجاز الامور لو انا لوحدي، عشان لو عددنا زاد الامور هتكون اصعب. وهم ماشيين جاوبنج بيسمع دمبي بيقول له انا هحميك ما تقلقش. فبيستغرب منه جاوبنج وبيقول له اتعلمت الكلام ده فين. بيعرفوا دمبي انه كان بيتعلمه من برنامج الدرع الحامي اللي بيشوفه على التلفزيون. فبيستاء جاوبنج وبيقول له طلعت متعلم الكلمات دي من برنامج اطفال في الاخر. فجأة في وسط ما هما بيتكلموا بيلاقوا حاجة بتتحرك قدامهم. فبيتساءل جاوبنج عن ايه اللي بيتحرك ده، وبيقولوا انه اختفى فجأة ناحية البركة اللي واجهنا فيها الضفادع الخضراء المرة اللي فاتت. فبيطلب من دمبي انهم يغيروا اتجاههم ويمشوا في الاتجاه التاني، عشان هو مش حابب ان الضفادع دي تبصق عليه مرة تانية. بيلفوا عشان يمشوا بس ما بيلحقوش يروحوا في حتة، وبيلاقوا ظهر قدامهم الاناكوندا الضخمة الخاصة بالغابة. جاوبنج ودمبي بيتخضوا اول ما بيشوفوها في وشهم، وبيفهم هنا ان المنطقة دي منطقة خاصة بالافاعي لانهم واجهوها مرتين متتاليين في نفس المكان. الاناكوندا بتبقى قاعدة بتتحرك من فوق الشجر قدام البركة اللي فيها الضفادع، واللي اول ما بيشوفوها قدامهم بيبداوا يترعبوا، فبيروحوا كلهم باصقين عليها عشان يدافعوا عن نفسهم. الاناكوندا بتبقى متجاهله هجومهم ده، بس بتروح نازله في الميه وقلبة الدنيا كلها. جاوبنج بيشوف اللي حصل وبيقول الاناكوندا تجاهلت هجوم الضفادع كأن ما عملوش ليها حاجه، وبالرغم من انها في المستوى العشرين بس لكن قوتها ما بتقلش عن وحوش من نوع القائد. دي قامت بقلب البركة كلها. هنا بيلاحظ قدامه وجود صغير ضفادع، وبيبصوا على البركة بيلاقيهم كلهم قاعدين بيهربوا من المشهد اللي شافوه من الاناكوندا، وده لانها كانت عمالة بتاكل في اغلب الضفادع الموجودة. وبعد فترة بتطلع من البركة وبتمشي. فبيتساءل هنا جاوبنج لو كانت شبعت خلاص، وبيقول الحياة مش سهلة للجميع، فما فيش غير اختلاف بسيط من مستوى الاناكوندا ودازي. وناهيك عن ان دمبي مستواه اعلى شوية، بس هيبقى من الافضل لو تجنبنا الصراع معاها بشكل مباشر. بيبص على دمبي وبيلاقيه حزين من اللي حصل، وبقيه الضفادع اللي كانت قدرت تستخبى كانت بتطلع من مخابئها عشان ترجع للبركه مره تانية. لكن دمبي كان عنده رأي تاني وبيروح ماسكهم. وبنشوف بعدها ان الضفادع دي بقت عباره عن قطعه لحم على النار، وجاوبنج قاعد بياكل فيهم وهو مبسوط ومندهش جدا من طعمهم الخطير ده. وبيقول اكيد مش حاجه غريبه ان الاناكوندا تيجي للبركه هنا على طول، فلحوم الضفادع لذيذه جدا. دازي بتبقى قاعده معاه وبتستشعر فجاه بقرون الاستشعار وجود خطر. فبيتساءل جاوبنج عن اللي بيحصل، وبيبص في الناحيه اللي دازي بصلها، وبيتفاجئ اول ما بيلاقي قدامه حصان ضوء اسود. بيقرب جاوبنج منه وبيقولوا الحصان ده قوته مميته وجسمه شديد السواد زي الظل بالظبط، انا لازم امتلكه. بيقعد يتخيل بعدها نفسه هو راكب على الحصان ده، وبيقول وهو متحمس النوع ده من الوحوش القابله للركوب رائع فعلا، بس بيتجاهل الفكره دي وبيسيبه ما بيلحقوش. وبيقول انا عندي وحوش بالفعل مش هينفع امتلكه. بيرجع بعدها للمكان اللي كان قاعد فيه وبيلاقي ان قطعه اللحم مش موجوده، فبيقعد يشتم في اللي خدها وكلها. وبيبص على وضع دمبي ودازي، فبيفهم ان دمبي هو اللي قام بسرقه قطعه اللحم وبيطلب منه يطلعها. بيبص له دمبي وبيقول له انت ازاي ممكن تشك ان هيكل عظمي زيي يسرق وياكل لحوم. هنا بتتدخل دازي وبتفضحه وبتقول له ان هو اللي قام بسرقتها. فبيروح دمبي ماسكها بايده وهو متعصب ورميها قدام جاوبنج مع قطعه اللحم الخاصه بيه. بيبتسم جاوبنج وبيقول انا كنت عارف ان انت اللي عملت كده. فجأة دمبي بيسمع صوت وبيروح ماسك جاوبنج بسرعة ومحركه بعيد. جاوبنج بيستغرب وبيقول له انت بتعمل ايه، بس بيبص وراه بيلاقي ان الاناكوندا كانت رايحة عشان تهجم عليه، بس من حسن حظه دمبي كان قدر ياخده ويبعده قبل ما يحصل له حاجة. جاوبنج بيبص ناحية الاناكوندا وبيقول كان زماننا دلوقتي انا ودازي وجبة غنية لو دمبي ما كانش اتدخل في الوقت المناسب. دي المرة التانية اللي اتعرض فيها لهجوم من الثعبان ده، بالرغم من اني ما حاولتش اهاجمه. بيهدى بعدها وبينده على دمبي وبيسأله اذا كان يقدر يقاتله. دمبي بيبقى مستعد ومجهز نفسه وبيقول له بس كده، وبيروح متسلق الشجرة اللي عنده لحد ما يوصل لمنطقة عالية فيها، وبيدفع نفسه في الهواء بعدها عشان يتوجه فوق الاناكوندا وينزل عليها بقبضته. الاناكوندا بتفقد ناب من عندها بسبب الهجوم ده وبتبدا انها تصرخ، ودمبي ما بيتوقفش عند ده وبيكمل هجوم عليها بضربه تانية واللي بتسبب له اصابه خفيفه، فبيهجم بضربه اقوى عشان يصيبه باصابه متوسطه. جاوبنج بيبقى مراقب اللي بيحصل وبيقول مهارات دمبي القتاليه بدات تدهشني مره تانية. وفي الناحيه التانية القتال بيبقى مكمل ودمبي مش سايب الاناكوندا وبيديلها ضربه في نص جسمها بيطيروا بيها. الاناكوندا بيبقى وضعها صعب جدا، بس دمبي بالرغم من ده بيروح عشان يمسكها ويضربها اكتر، وده اللي بيخليها تتعصب عليه وتشيد غضب. جاوبنج بيبقى شايف منظر الاناكوندا وبيلاقي ان
النظام جايب له ان الوحش دلوقتي في وضع هائج، فبيروح بسرعه محذر دامبي لانه ممكن يتعرض لهجوم مفاجئ. بيلتفت دامبي على صوت جاوبنج وبيبص عليه، والاناكوندا بتستغل الفرصه دي وبتقدر انها تهرب من بين ايده، وبتروح بعيد عنه وبتبص له وهي في قمه الغضب وجسمها كله مليان بالاصابات. دامبي بيبقى واقع على الارض من اثر هروب الاناكوندا، فبيطمن عليه جاوبنج وبيساله اذا كان هيقدر يقوم. بيرفع دامبي ايده وبيحطها على قلبه وبيضغط عليه بكل قوه عشان يستعمل مهاره خيط القلب الدموي، وده اللي بيخلي الاناكوندا تنصدم من الالم المفاجئ اللي بيجي في قلبها. جاوبنج هنا بيشوف الضغط الهائل اللي حاصل للاناكوندا، وبيقول خيط القلب الدموي دي هي القوه الخارقه اللي ايقظها دامبي بعد التطوير، وبيها هيقدر يتحكم في قلب عدوه من مسافه بعيده. بس الاناكوندا كان عندها راي تاني وبتحاول تقاوم هجوم دامبي وتهجم هي عليه، وده اللي خلى دامبي يضطر يزود من استعمال مهاره خيط القلب الدموي. وهنا الاناكوندا ما بتقدرش تقاوم اكتر وبتدرمي على الارض وبتموت. دامبي بيبص لها وهو غضبان وبيضربها بقبضته عشان يتاكد ان تم القضاء عليها. في الوقت ده بيبقى القائد والمراقب شايفين كل اللي حصل في الكاميرات، فبيقول القائد وهو مندهش الوحش ده عنده القدره القتاليه لمواجهه وحش من نوع القائد بما انه قدر يقتل الاناكوندا الضخمه، وبيطلب من المراقب يظهر بيانات عن صاحب الوحش. بيسمع المراقب كلامه وبيوري له المعلومات الخاصه بجاوبنج. القائد بيشوف المعلومات دي وبيقول لنفسه مستوى الترخيص من فئه سي لقاعده التدريب غير كافي، الرئيس ممكن يوصل لمعلومات من فئه سي والمسؤولين الكبار يقدروا يوصلوا لمعلومات من فئه بي، بس الولد ده يطلع مين؟ بما ان معلوماته مشفره دلوقتي فهيبقى من الصعب تجنيده. وبيسيب المكان وبيمشي وهو بيطلب من المراقب يعتني بجاوبنج كويس ويحاول منع اي حوادث تحصل. بنروح بعدها لجاوبنج مره تانية واللي بيطلب من دازي انها تقطع جسم الاناكوندا. بتسمع دازي كلامه وبتبدا تقطع في جلد الاناكوندا، بس جاوبنج بيلاحظ ان صوت القطع غريب كانه اشبه بصوت الورق مش بصوت الجلد اطلاقا. بيبص بعدها في مكان القطع وبيندهش لما بيلاقي ان بداخلها كرمه خضراء، فبيفهم ان وجود الكرمه داخل الاناكوندا كان هو التفسير لتحركها بالسلاسه دي فوق الاشجار. بيخلص جاوبنج فحصه وبيحيي دازي على الشغل اللي قامت بيه، وبيبص على دمبي بعدها وبيقول القوه اللي ظهر بيها دم من شويه كانت نتيجه لتفعيل خيط القلب الدموي، ومع ان القلب اتحطم بس هو هيتجدد عادي. ودمبي بقى شكله اضعف بكتير دلوقتي بعد اختفاء التاثير. في وسط انشغال جاوبنج بالتفكير في دمبي وفي حالته الحاليه بيسمع فجاه صوت جاي من ورا الاشجار اللي قدامه، فبتقول له دازي ان دي الضخمه اللي كانت معانا المره اللي فاتت. بيفهم جاوبنج من كلامها ان قصدها على بذره اللوتس وموتونج، فبيروح واخد بعضه وجاري بسرعه عشان يشوف ايه اللي بيحصل. وفي الجانب الاخر عند موتونج بنشوف انها واقفه مع اصحابها وبتسال واحده فيهم واللي بتكون واقعه على الارض عن حالتها دلوقتي، وهنا بتبدا تحس بزلزال من تحت الارض وبتطلع دوده عملاقه من تحت قدامهم، فبتروح بسرعه عشان تهجم على موتونج واصحابها. لكن موتونج بتؤمر في الوقت المناسب بذره اللوتس عشان تروح بتصد الهجوم ده، وفعلا بتنفذ كلامها وبتصد هجوم الدوده. وموتونج بتشيل صاحبتها المصابه وبتبدا انها تهرب من المكان، بس ما بتلحقش وبيعترض طريقهم دوده تانية وهم بيهربوا. موتونج في اللحظه دي بتبقى مش عارفه المفروض تعمل ايه، وبتفكر في بذره اللوتس اللي بتحارب وحش تاني وفي وحوش اصحابها اللي طاقتهم دلوقتي بقت خلصانه ومش هيقدروا يقاتلوا. فبتدرك ان اللحظه دي هي اللحظه اللي هيتم القضاء عليهم، لكن دامبي بيجي للانقاذ في الوقت المناسب وبيمسك الدوده وبيرميها ناحيه دازي، واللي بتقوم بتفعيل طاقه كهربائيه بتستخدمها على الدوده لحد ما بتموتها. جاوبنج بيجي هنا وبيطلب بسرعه من دامبي انه يروح يساعد بذره اللوتس في اللي بيعمله. بيسمع دامبي كلامه وبيهجم بنجاح على الدوده التانيه. بيحيي جاوبنج موتونج بعدها وبيسالها لو كانت بخير، بتشكره موتونج وبتعرفه انها بخير وبتقول له انها كانت ممكن تموت لو ما كانش جه في الوقت المناسب. بيرد عليها جاوبنج وبيقول لها مفيش داعي لده، احنا اصحاب في الاول والاخر ولازم نساعد بعض. في الوقت ده بيسمعوا صوت في المكان بيطلب من الجميع الانتباه وبيقول لهم ان انتهى تدريب النجاة في البرية خلاص. موتونج بتستغرب وبتسأل لو في حاجة، فبيقول لها جاوبنج ان ممكن يكون في حاجة غريبة فعلا لان ظهور الديدان ما كانش بالشيء العادي هنا، بس خلينا نروح دلوقتي ونتجمع مع البقية. بيروحوا لهناك وبيعدوا اليوم، وبعد فترة جاوبنج بيبقى ماشي في شارع لوحده وبيفكر في الكلام اللي ذكره المدرب بخصوص النوع الجديد من الوحوش اللي ظهر في صحراء الدالي، وده اللي سبب وجود ديدان في مكان التدريب. وبيقول بعدها من حسن الحظ ان لما اتوصلت مع المدير فينج قال ان الحكومه بتعمل دلوقتي على اتخاذ اجراءات ضد الوحوش دي. في اللحظه دي بيقطع تفكير جاوبنج حد بينده عليه، فبيلتفت عشان يشوف مين وبيلاقي 3 شباب واقفين وراه، وبيقول له واحد فيهم اخيرا قدرنا نلاقيك، انت اللي حبستنا في الكوخ المره اللي فاتت مش كده؟ بيرد عليه جاوبنج وبيقول له انتوا لسه عيال صغيره ما ينفعش تتجولوا هنا عشان تدوروا على المعارك، فانتوا في الاول والاخر جايين تقاتلوا برفقه وحوش ما وصلتش لمستوى النخبه حتى. انا لو سبت دازي بس ممكن تخلص عليهم لوحدها. دازي هنا بتستاء وبتفتكر انه بيستخف بيها، فبيراضيها جاوبنج وبيقول لها ما كنتش اقصد استخف بقدرتك. في الوقت ده بيرد عليه الشخص الاكبر في العصابه وهو معاه وحشه وبيقول له ما تقلقش، احنا جايين هنا
هنا وعارفين هنعمل ايه كويس، احنا هنكسر في عظمك بس. وبيؤمر وحشه الهائج الاسود انه يروح ويهجم على جاوبينج. جاوبينج بيبقى محاصر في الوقت ده، فبيطلب بسرعه من دب انه يطلع وينقذه من الموقف اللي هو فيه.